Adidas. اخوي الكبير كابتننا وكابتن نادي كاظمه ونجم نادي كاظمه ومنتخب وطني بدر حجي، حياك الله يا اخوك في تفاصيل ممشاري. الله يحييك ابو يوسف، مشكور على الدعوه والضيافه، الله يحفظك. واتمنى لك ان شاء الله الخير خاصه في هذا البرنامج، لأن انا بصراحه من الناس اللي احب انه يكون اللاعب نفسه هو مقدم او يكون مذيع، لأن هو يعرف تفاصيل الملعب، يعرف تفاصيل اللاعبين، فهو يتميز عن غيره. فانا كنت اتمنى دائما وان شاء الله ربي يوفقك. الله يحفظك. الله وهذه الفكره ترى اللي قلتها يعني. نعم. والميزه ان اثنين ناشونال. أي. زين راح يصير في تواصل زين. نعم. زين ابو فهد، وهو الامانه مسيرتك جدا كبيره، فانا يعني من الظلم انت والنجوم السابقين الامانه واحد يقول الحق ان اختصرها بحلقه واحده، فانا على هذا الاساس اخذ على قولتهم اضواء معينه صحيح. من مسيرتك، لاني ما راح اقدر اغطيها كامله. مشكور. ابو فهد، راح ابدي اللي تذكره فتره التحضير. انا عرفت ان انت في نادي السالميه بدايتك كانت. اي صحيح. اي نعم. طبعا فتره بسيطه كانت كلش ما تذكر، صحيح. لكن ما يمنع انك تذكرها لي. جزئيه بسيطه يعني، هي ما كانت في ذيك القوه. يعني بالسبعينات. وكان ذيك الفتره يعني انا من اهل منطقه السالميه. صحيح. فاقرب شيء لنا شنو؟ نادي السالميه، وهي ترى هو من موضوع مو صدفه. عمي نواف عبد الرزاق العصفور كان يلعب في نادي السالميه ذيك الفتره. وانا وبسام اخوي قريبين من العمر، يعني بيني وبين بسام اخوي سنه واحده. وانا كذي من انا صغير، يمكن كان عمري ابو 7-8 سنوات، وانا احب كره القدم، يعني احب هذه اللعبه، احبها كذي من الله سبحانه وتعالى. فموهبتي كانت موجوده لكن تحتاج رعايه. فكنت العب وين؟ كنا نلعب بالسكه، لأن امام البيت كان براحه كبيره لا اله الا الله. كنا نلعب وايد يعني في هذه البراحه. وانا من طبعي وانا صغير احب العب مع، يعني احنا نقول صبيان كبار بالسن وبالجسم. انا كنت تلعب مع اللي اكبر مني. انا احب كذي. تعلمت سبحان الله، هي شيء بروحها ترى، فطره ولا شيء ثاني. وبعدين كنت في مدرسه الرازي الابتدائيه. في مدرسه الرازي كنت العب لعبتين، لعبه الجمباز، كره قدم. وهم انا كنت في الجمباز مميز، جسمي كان فيه مرونه، وكنت اتقن بعض الحركات في الخفه نعم. كنت اتقنها يعني. وكنت العب ذيك الفتره، يعني كان عندنا يكون يوم في الاسبوع، يوم استراحه حق الفصول كلها، فنلعب يوم مفتوح. يوم المفتوح. نسيت مسماه حقيقه والله، ولا مسمى. فكنت بالابتدائي، فكانوا المدرسين ذيك الفتره يختاروني العب معاهم، وانا صغير في العمر، يعني كان عمري تقريبا 9 سنوات. يعني استاذ حسين الشطي الله يذكره بالخير كان مدرسي الرياضه، خليل الطباخ، استاذ عبد العزيز، كانوا هم المدرسين مالت الرياضه. دائما يختاروني ان العب معاهم في الفتره هذه. فانا كنت ذيك الفتره احب العب صراحه. ففي واحده من اللعبات، يعني كان مدرس والله ما يندر عن الانسان هذا طبعا، الله يذكره بالخير. نعم. فقطيت الكرنبيري، لأ أنا ولا أحب أقط الكرنبيري. قاطنبيري المدرس كان يلخني طراق. والله ما يلام. يعني أنا على وجهي، بس أنا أحب كذي. يعني أنا أحب ما تقصد هي كذي يعني. أنا ما أقصد، بس أنا أحب وزركت، وأنا أحب أراوغ. يعني المدرس هذا يعني دائما يقول لي أنت وايد تراوغ، يعني لا تطوف وايد. أنا كنت أحب كذي. أنا أحب كذي. على العموم إنه بعدين يعني شوف، أول يعني إحنا لو يطقون المدرسين أول شيء عادي جدا جدا، يعني ما نتحسس، ما عندنا تحسس للموضوع الحالي، يعني تغيرت الظروف. صح، الظروف. فمن ذيك الفترة بعدين اختاروني إن أكون مع منتخب المدارس. كنت بثالثة ابتدائي، فلعبت مع فريق المدرسة وخذنا البطولة. أنا سجلت هدف الفوز. فمن ذيك الفترة بدأت. فعمي نواف كان يتابعني، ليش معي كان في البيت،
فمرات يقول حق انا دائما يدي رحمه الله عليه رحمه يدي عبد الرزاق العصفور، الله يرحمه ويغفر له. فكان يدي دائما يشتري لي كره، وانا يوم كنت صغير هذه اول مره اقولها ما اعرف اطمر الكره، ابي اطمر الكره ما اقدر. اول كان في شبك حق الكره تمسكها وتشوتها كذي، صح. فكنت اخذ الشبك عشان العب بالكره كذي. فكان يدي كل عيد يشتري لي كره. فعمي ناف بربعه يقول لهم تعالوا شوفوا بدر شلون دبل كيك، كنت العب دبل كيك وايد. فعمي يستانس علي. وبدات بعدين بالسكه بشكل كبير مع ربعي، ليش عندنا ربع كثار نلعب بالسكه. بعدين نلعب حفاي، والملعب ما قبل حفاي. انا ما اعرف ترى. انا ما اعرف العب. وبعدين اللي انا ساعدني وايد في مهارتي ان كنا نلعب على ملعب مثل ملاعب الرمل، كلها ملعب رمل تعتبر مالت البحر، اللي الكره انت تمشي فيها تروح شمال تروح يمين، يعني انت ما تقدر تستحوذ عليها الا في مرونه. ومتعب متعب، مو تراب عادي. بس حلو ان انا استمريت وايد سنوات في هذا المكان. يمكن هذه بس عن نادي السالميه. دخلت نادي السالميه فتره من الفترات. المدرب طبعا الاستاذ ابراهيم ما خلاني ان اكون موجود مع الفريق، ليش انه قال لي هذول اكبر منك سن، وانا كنت قلت لك احب العب مع اللاعبين الكبار. صحيح. بعدها صار الاهتمام ضعيف لي في نادي السالميه انا وبسام اخوي. قعدت في البيت فتره من الفترات، موسمين يمكن، صار عمري 12 سنه. الوالده قالت حق خوالي بعدها ترى بدر يعني كبر وسام، نبيكم تودونهم نادي كاظمه. ليش الوالده اللي قالت؟ اي الوالده. هذه جديده. ليش ان خوالي رحمه الله عليه، خالي فهد الحميضان وخالي سعود الحميضان من لاعبين نادي كاظمه بالستينات ان شاء الله. فالله يغفر حق خالي فهد والله يطول عمر خالي سعود. اللهم امين. فهم من ودوني، خاصه خالي سعود هو اللي وداني نادي كاظمه. ممتاز. الحين راح ابدي بمرحله نادي كاظمه ابو فهد. راح ابدي على طول ابو فهد. نعم. من المدرب اللي اكتشف بدر حجي اللي خذاه؟ نعم. وقال له تفضل الفريق الاول، واذا تذكر بعد اسمه بعد يكون افضل عشان الناس بصراحه تعرفه. شوف هو الفريق الاول، واذا كانت اي سنه. نعم. بدايتك الفريق الاول بنادي كاظمه. شوف هو يمكن كانت هذه بال 84 85. كنت العب تحت 17 سنه او 83 84 او 84 85 كذي. كنت العب تحت 17 سنه، اخر سنه لي تحت 17. هني اصقلني اكثر مدرب بروفيسور كان عندنا دكتور كاشاني اسمه، من التشيك. فهو اصقل موهبتي، خلاها يعني تثبت للفريق الاول، مع ان انا كنت موهوب من لعبت مع مراحل السنيه. كنت واضح موهبتي واضح. بس هذا اصقلها اكثر، وانا صرت يعني بدات قبل وقتي ان انا اختار حق الفريق الاول، مع ان انا لم اختار للمنتخبات في المراحل السنيه من بدات. لم اختار يوما ما لعبت مراحل السنيه بتاتا بالمنتخبات، ولا حتى اولمبي ولا الاولمبي. فريق اول على طول دايركت الاول. عاد هي شلون انا ما اعرف، بس كانت فيها بعض الوضعيات الاوليه مختلفه ما زالت لا يومك. انا فاهم قصدك فاهم القصد، عشان بعد الناس تعرف. صحيح. اختيارات دائما تكون من انديه معينه كانها تصير عشان ما نظلم نقول الكل، لكن نسبه كبيره كانت للاسف كأن هذا النادي له الكثر. نعم. هذا النادي له الكثر، فكانت بهذا الشكل. فلما كنت بصعد يمكن وقت هذا اللي قلت لك عنه ابو يوسف، فقالوا بدر لازم نطلع الحين فريق الاول على طول من تحت 17 فريق الاول. قالوا شو تودون بدر 17 فريق الاول؟ اللي فوق ثقال، مدرسه فوق. يعني انت تتكلم عن الثمانينات، يوسف سويد، ناصر غانم، صالح المسند، عادل الخليفي، قاسم حمزه، هذول اللي يلعبون في مركزي. شوف هذول اللي يلعبون في مركزي كلهم جهه الشمال او جهه اليسار من تحت المهاجم. نعم. او مثلا فهذول انت وين بتودون هذا؟ يعني هذا واحد تو لاعب تو بعده يحتاج وقت. قالوا نحتاجه معنا. كانت هي بين مديرين. مدير الفريق الاول كان يوسف اليتام رحمه الله عليه، الله يرحمه، ومشرفنا كان سالم عبود. في منتخب مراحل سنيه قمه بالادب والاحترام. الله يغفر له. ابوي يعني. شوف الاوليين المشرفين كانوا ابويين صراحه. اي والله صح. يعني صح ناس ذو تربيه عاليه يعلمونك القيم. وكان مشرفنا سالم عبود رحمه الله عليه من اليمن، وكان من الناس الثقيله بصراحه على نادي كاظمه يعني.
سالم عبود مو راضي مع المدرب كاشاني، واللي فوق مو راضيين انك تصعد، مو راضي، خايفين عليك. كان خايفين عليه، واللي فوق المدرب كان توما يوغوسلافي. فصارت ما بين شد انه بدر خلوه بدر ودوه. بعدين بالاخير قعدت تحت 17 سنه مرحله اخيره. بال 85 86 صعدت تحت 20. من مسك تحت 20 على طول لعبت فريق اول 20 سنه. نعم فريق. اول مباراه لي كانت في 21/9 85 86 امام نادي الساحل. تأثير البطوله كان الدوري؟ كان الدوري اول لعبه الدوري، كنت احتياط. اي كنت احتياط. نعم. بس اعتقد ابو فهد كانت في قريب من هالموسم، انت تتكلم ممكن 85 86 انت توك كنت. كان عمري 17 سنه. اثبت نفسك. نعم. ولعبت في بطوله مجلس تعاون. نعم. اعتقد في بعض المباريات لعبت اساسي. 86 87 لعبت اساسي؟ لا ما لعبت اساسي، كنت من ضمن ال 16 لاعب. قبل كانت 16 مو 18. 16 11 زائد 5 برا. 5 برا. حارس مرمى واربع لاعبين. 4 لاعبين. يعني انت من النخبه تعتبر ذاك الجيل. محظوظ. عن نفسي اكيد. عن نفسي في الجيل جيل الفتره ذيك، ليش ان اللاعبين اللي اتوا كلهم لاعبين كاس العالم. نادي كاظمه اختير لكاس العالم 7 لاعبين بال 82. فلما انت تدخل عليهم بال 85 86 عندهم غير اللاعبين اللي اختيروا. اغلب الجيل موجود كان موجود. اي نعم. فانا شلون اكون موجود ما بين هالناس هذه؟ صحيح. وصعب ترى لما تلعب، يعني الناس مرات على بالها الموضوع سهل، ترى صعب لما تلعب مع ناصر وتلعب مع يوسف، ترى فوق ما تتصور من الصعوبة. شنو الصعوبة؟ أنا لاعب صغير توني أبدأ، وهذيلا لاعبين على مستوى عالي، لاعبين مع المنتخب الكويتي اللي وصلوا كأس آسيا أخذوه ولعبوا كأس العالم. فلما أنا أكون أمامهم أو أكون معاهم اليوم كيف أثبت نفسي؟ صحيح. مو سهل إنك تلعب مع هذيلا عمالقة، وأنت شلون تقدر تلعب مع تجاري تفكيره. ترى مجاراة التفكير ترى واجهت فيها صعوبة كثيرة مع هؤلاء. نبي نوقف عندها أبو فهد. أنا أعتقد ممكن أكون غلطان، بس أعتقد ممكن شخصية النجم الأسطورة يوسف سويد نوعا ما أسهل. بس أبو عبد الله ناصر غانم كان صعب التعامل معاه. بقول لك شغله، فانا متعمد اركز على عبد الله ناصر. ناصر صعب التعامل معه، صعب انك تلعب معاه. إيه. ناصر ما يحتمل الخطا. ايوه دقيق على حتى التمريره. مو تقول انت لاعب صغير في العمر، عمرك 15 عمرك 20 ما عنده العمر. صار موقف مع ابو عبد الله ناصر الاسطوره ناصر صار لي موقف معاه. الله يمسيه بالخير طبعا هو ويوسف وغالبية أحبابي هذول. يعني أنا بالنسبة لي هذه المدرسة اللي أنا تعلمت منها صراحة. يعني والله أنت محظوظ أبو فهد. أنا فوق ما تتصور. أنا دائما أقول في مقابلات تلعب مع شوف أنت ذكرت مثال. نعم. يوسف سويد تخيل. نعم. أسطورة وتو راجع من كأس العالم. صحيح. ناصر غانم ما يحتاج وتو راجع من كأس العالم. نعم. وناصر لعب بيني حق جاسم يعقوب بالاثنين تقريبا 30 متر. يعني لا يعني صعب توصف ترى. ما اقدر اوصف. صعب. بعد لا ابو يوسف لو تلعب معاهم مختلف اللعب. انت تلعب مختلف. شوف الموقف اللي مع ناصر. انا ابي موقف مع ناصر الغانم. ناصر اول يعني توني العب انا لما لعبت مع الفريق الاول كنت العب اساسي قليل، بس العب مرات احتياط. دائما في الاحتياط العب ينزلونك ربع ساعه ربع ساعه طبيعي. مرات ما العب كبدايه طبيعي. قعدت لي 3 سنوات ترى او 4 سنوات انا على هذا الحال. طبعا اتذمر انا اتذمر بعض المرات، بس انا عندي ثقه بنفسي اللي بلعب. عندي ثقه اني العب مع هؤلاء، يعني ما عندي خوف. اللي خلاني اكون شيء اني ما عندي خوف، ما اخاف. ناصر مباراه بحيحيل الشوط الاول ما كنت زين، طبيعي اني ما اكون، ليش اني توني العب مع الفريق مرات اساسي ومرات ما اكون. اذا الفريق ما كان زين انا ما اقدر. انا اذا انتم مو زينين انا شلون اكون انا برفع؟ صحيح. فانتم لازم تكونون زينين عشان انا تساعدون اساعدكم. اي. فانا ما كنت زين. فناصر راح وقف على الخط، كان يقول حق المدرب، كان مدرب فرماني زين ايطالي، كان يقول له تعال بدل بدر بصوت عالي بالمباراه. ما يرحم ابو عبد الله. ما يرحم سألني. ما يرحم. المهم ان المدرب بدلني، انا كنت زعلان. بدلك المدرب؟ بدلني المدرب. سمع كلام ناصر الغانم. سمع كلام ناصر بدلني. انا من بكره بعد بكره كان تمرين على عمري الصغير، رحت حق ناصر قلت له ناصر
يعني واجهته ما كان طبعا واجهته إيه. اي والله واجهته. إيه. فقلت له ناصر احبك كلاعب بس الموقف المفروض ما يكون بهذا الشكل. المفروض تكون يا اما المدرب وتقول له بت البدر عادي بس يكون بهالصوت وانا لاعب صقي طريقه يعني ممكن تاثر فيني صحيح وايد. في لاعبين ترى ممكن ينتهون ترى بالموقف. شفت شلون إيه. ابو يوسف؟ فهذا الموقف كان مع ناصر لكن انا قلت لك بعدين ناصر 180 درجه اختلف مع بدر. يعني مو بس علشان هذا الموقف لا بديت افهم فكره شلون يلعب شنو يبي منه شنو طريقه لعب إيه. ناصر. إيه. ناصر تلعب معاه ما تخطأ يعني لازم يكون التمرير دقيق ممنوع. دقيق يعني تلعب سلبي تلعب ايجابي تلعب سلبي تلعب ايجابي ولازم يبي الكره اللي توصلها صح يعني ما تلعبها باص خطأ. فناصر انا تعلمت فليش انا صرت بالفتره الاخيره او فترتي اللي مشيت فيها عندي تمريرات صرت عندي تمريرات على مستوى المنتخب او مستوى النادي. ليش انا بالاساس كنت العب جناح. اول بيوسف ترى طريقه لعب الانديه والمنتخبات ترى كلها 4-4-2 اي صحيح. بعدين بعد ترى اللي قلبها 4-5-1 3-5-1 3-5-2 لوبانوفسكي اي لوبانوفسكي كان 4-5-1 وراح لي حق المرحله هذه صحيح. إيه. بس هذا موقفي مع ناصر بس تاكد اليوم اكثر انسان قريب مني ترى ابو عبد الله ترى ناصر يعني. شوف انا بقول حدث وترى انت كنت تلعب ضدي حزتها. لا كانت مباراه تحدي تذكر بالصيف إيه. بعض المرات انا نعم. كنت حزتها لاعب للحين بالراسيه إيه. ما كنت مبطل. نعم. دقوا علينا الربع مباراه تحدي. منو التحدي اللي ضدنا؟ حتى قاعدين نلعب عندكم في نادي كاظم الملعب الصغير. نعم. في ملعب يم ملعب اي 17 اي في ملعب صغير الصغير اي صحيح اللي قريب من مبنى الاداره اي صحيح. نعم. هذا ينفع انك تلعب 8-8 7-7 8-8 ممكن تلعب. نعم. فنادونا الربع ولعبنا ضدكم مباراه تحدي. اي احنا مبطلين ولا موجودين؟ انت تقريبا كنت مبطل. اي مبطل. كنت انت تلعب عصام ساتشين جاسم الهويدي ناصر الغانم اعتقد خالد الفضل يقول شيكم فواز كان هذا ربعكم ضربكم ولعب كان نعم. ذبحه نار. نعم. وانا اول مره طبعا ناصر الغانم اسطوره الكل يعرفه بس اول مره اتخيل نعم. العب ضده في كره القدم مع انها كانت مباراه تحدي تعتبر نفس مباراه سكه صحيح لكن ثيروا بنادي. نعم. تدري انا اسمعه كان يشد عليكم حتى مباراه وناسه ما عنده وناسه ما عنده جدي. فكنت استغرب صوت على الربع اقول يا جماعه ايش صاير. نعم. وهو كذي يقول لي مشاري وهو كذي جدي ناصر مباراه سكه وناسه ويشد عليكم. نعم. تعالوا نعم. يا اصبر ما يحتمل ما يبي خسر حتى. فانا من شيء اقول لك الله يعينكم من قبل الله يعينكم على اللي قلته من قبل 2 سنين تقريبا لعبنا مباراة أنا ماني ذاكر الأسماء اللي كانت موجودة فلاعب المنتخب بعد هو كان موجود معنا ابو عبد الله موجود عبد الله كان وناسه يعني تكريم من لاعب المنتخب برمضان اللي سوى مباراة استعراضية مباراة استعراضية كان يقول لي بدر لا تعطيهم باص يبي غالب ناصر يبي غالب ما عنده حتى لو 2 ضد 2 ما عنده بدر انا معك هو يا احلى ابو عبد الله يا حلوه قال لي انا معك لا تعطيهم يا الله يذكره انسان ترى واضح وعفوي جدا يا حلوه ابو عبد الله اسطوره والله كبير عبد الله اسطوره شوف لا ناصر يعني يعني انا من الناس اللي قريبين منه جدا. شوف بعدين بديت افهم فكره فاذا تلعب مع ناصر يعني صعب والله ابو يوسف. يعني ناصر حقيقه يعني في وقته كان المفروض محترف خارج الكويت بجيل ذاك ومرتاح. نعم. شوف افضل وسط يمكن هذا برايي الشخصي مره يمكن حتى على مستوى الوطن العربي كصانع العاب. يعني يلعب شغلات يلعب يعني في ريله اليمين واليسار والله انت ما تفكر فيها وبالهد مميز ويهاجم ويدافع يعني صاحب مجهود كلش. يعني ناصر لاعب متكامل. نعم. لاعب متكامل. يعني أنا الامانه احنا تدري ترى النظام سوالف ونفس ما قاعد نشوف. فانا اشاركك واعطيك هم وجهه نظر تخصني انا. نعم. ممكن تتفق وتختلف. نعم. انا عندي مع انه كانت مسيرته اقل بسبب الاصابه لكن عندي بعد قريب من ناصر الغانم ممكن نفس المستوى. نعم. عبد العزيز حسن عزيز يعني هم كان متعه وهم يتميز بنفس الشيء اللي هي مو صانع الوسط نقول الكلاسيكي الستايل اللي يستلم الكره فقط. نعم. يهاجم ويدافع وصاحب مجهود. نعم.
عزيز لاعب موسيقي. اوه يعني عزيز لاعب موسيقي. اي صحيح. يعني خسرته والله الكره وسوي الاصابه سبحان الله. يعني انا يمكن ما لعبت مع عزيز شيء بسيط جدا ليش انه كنت احتياط، بس كان يلعب ذيك الفتره. ناصر وعزيز مكملين لبعض. صحيح لعبوا مع بعض منتخب فتره. شوف مكملين لبعض. ناصر مميزاته اكثر داخل الملعب اكثر من عزيز. عزيز لاعب باص. يعني عزيز لاعب باص، ناصر يلعب باص بالثنتين بريل الثنتين، يصنع لي حتى بالهيد. ناصر يصنع بعينه زائد تسديد. زائد تسديد كل شيء. ممكن عزيز حسن يفقد التسديد. عزيز اقول لك لاعب ويفقد الهيد مثلا. عزيز لاعب يعني الجمهور، انا كنت مباراه احدى المباريات يعني كاظم القادسيه لعب باص والجمهور يصيح مع عزيز، يصيح الجمهور مع عزيز، وعزيز هادي كانه مو موجود في الملعب جدا. الموضوع عادي عنده بلحظه انت قدام الجول بلحظه. صحيح يعني ومختلف عزيز يعني عن ناصر حار لا عزيز بس هم مكملين لبعض. اول كانوا يقارنون ناصر وعزيز، انا اقول اتفق. لا تقارن عزيز بناصر. ليش؟ ان ناصر وعزيز كل واحد له دور داخل الملعب، ستايله، كل واحد له دور داخل الملعب. صحيح. فهم غالبيتهم يعني شوف لما تحط بلوشي عزيز وناصر مقاربين العمر وكل واحد له مدرسه داخل الملعب. كل واحد ادواره تختلف. مدرسه، كل واحد مدرسه داخل الملعب. صح اتفق والله يا ابو فهد. ابو فهد بي الحين حق المرحله نقول الذهبيه في نادي كاظمه. نعم. اللي هي اعتقد مع ما شاء الله ما في خلاف عليها. ايش تتكلم فيها اللي تذكره خصوصا بالجانب الشخصي اللي يخصك ابو فهد؟ انجازاتك على مستوى الدوري، بطولات الكاس. اي صحيح. سيطره كانت شبه كامله مساحه. احنا قاعد نسولف قبل لا نصور. نعم. كنتوا ما تتسلطون بالغالب الا على القادسيه. زين. كان جيل اعتقد استمر السيطره. انا اتكلم خصوصا على الدوري اعتقد من موسمين الى 3. يعني هو شوف هو ميلان من 93 94 الى 98. يعني تتكلم عن 4 مواسم تقريبا او 3 مواسم. ليش ان ميلان بعدين اتجه بعدها راح المنتخب. صحيح. يعني فنتكلم عن 3 مواسم ابو فهد. ال3 مواسم شوف حقيقه اللي هي انا اسميها فتره الانجازات في نادي كاظمه. النضج الكروي للاعبين نادي كاظمه. ترى الجيل هذا كله كان بالثمانينات ابو يوسف. لما وصل بال90 خذ كأس الأمير اللي خذينا قلت لك عنه، كان قبل الغزو. قبل الغزو بلنتيات اعتقد. نعم. مع نادي العربي. صحيح. بعدها صار في ما بين الفريق يكون جيد مو جيد. بعده ليش ان لاعبين بعضهم شباب ودخلوا علينا جيل اخر. في لاعبين طلعوا. نعم. فدخل فواز، مو فواز، عصام سكين، يوسف الدوخي فتره من الفترات، احمد المطيريان فيما بعد. فتكون الفريق بالاضافه الى كان قاسم حمزه وكان صالح المسند وعادل الخليفي. صالح المسند ما قاطعك ابو فهد. نعم. اعتقد هو اكثر واحد كمل معاكم على كبر. كمل معاكم. صحيح. كانت ادواره طبعا دفاعيه شبه بعدومه. نعم. انتم مفرغينه حق الثلث الاخير. وكان يعني يكون مثلث رعب معاكم. ما في شك. صالح يعني شوف النضج مال التسعينات بدا بالثمانينات. نعم. بس بالتسعينات خذ بطولات كثيره. بالثمانينات احنا ترى انا من اول من خذ البطولات الدوري في الوقت اللي انا حضرت فيه انا وايمن الحسيني. الفتره هذه لين وصلنا ميلان ما شاء الله كان هني نحتاج مدرب يفهم ويستوعب اللاعبين الموجودين. فاتى ميلان ما شاء الله كان يعني استوعب ماذا يعمل اللاعبين الموجودين حاليا. فبدا بطريقه 3-5-2. 3-5-2 انا مشارك فيها من الثمانينات مع فريق الاول في بعض المباريات. وفهد تلعب من الخمسه اللي بالنص؟ انا يلعب من الخمسه. طرف شمال؟ العب كنت طرف شمال. لا طرف شمال كان قاسم. انا طرف شمال معناته انت كان واجبات هجوميه ودفاعيه. انا كنت العب هني. لعبنا لعبتين او 3 بطوله عربيه في بال88 وخسرنا البطوله ليش ان المدرب هني 3-5-2 ما كانت تصلح للاعبين الكبار. مثلا كان يوسف وناصر وحمود متعودين على 4-4-2. فانت لما تغير 3-5-2 ترى موضوعها صعب جدا. محتاجه طاقه، محتاجه ركض، محتاجه تفكير جديد. فما كان المفروض يعملونها لكن صارت ذيك الفتره. صحيح. بالفتره اللي احنا اتينا فيها لا ميلان ما شاء الله على طول اول ما لعبنا 3-5-2 طلعنا بطوله، خذينا بطوله كاس العهد. اول بطوله كاس العهد 94 95 وفاز فيها علينا نادي الكويت 1-0. فمن ثم احنا خلاص
تلينا البطولات تلينا على البطولات كلها غالبيتها الدوري، بطولات الكاس الامير، بطولات كاس والعهد. فاحنا بطولات الامير لما كان موجود ميلان ما شاء الله غالبيه بطولات كاس والعهد كانت احنا دائما فيها نهائي. صحيح. بالاضافه الى كاس الامير، بالاضافه الى الدوري. ف3-5-2 من الطرق يعني الحديثه. بحط لك هالقول وفهد اخليك تكمل. طرق بالحلقه احنا نسميها قبل بالحلقه نعم. مال 90. والسموحه على الجوده ان شاء الله راح تصير افضل. هذه ابو يوسف مباراه اعتزال عادل الخليفي. فشوف هي انت لما تشوف المكان اللي انت تقدر تسدد فيه ما في مجال ان انت تاخذ التفكير على السريع كانت لازم، وهي جايتك الكره. نعم قرار سريع، تسكين الكنترول صارت تحتك الكره وعلى نعم. طول. حتى شوف جسمي، شوف بعيدها مره ثانيه. نعم. حتى شوف جسمي شلون جسمي على الكره صح، على الزاويه صح. انا حتى في جول نفسه متقارب عليه مع نادي خيطان. هذا صالح المسند. هذا صالح. اي صالح. هني كان ايمن حسيني مطرود. اي حتى قلت انا ما بقولها والله. زين. لهذا جيل تكلم فيها ابو فهد بخصوص الكرت، اعتقد الاحمر ايمن حسيني اول ربع ساعه من الشوط الاول. اي من الشوط الاول اول ربع ساعه تقريبا 20 دقيقه ايمن انطرد. الشوط الاول النتيجه كانت 0-0 كانت النتيجه. كم انتهت ابو فهد؟ انتهت هذه 3-0 لكاظم. زين تمام. زين شو اللي صار بهالمباراه تذكرها؟ شوف ابو يوسف، يعني احنا مع القادسيه مباراه فيها استمتاع وايد. ليش ان قادسيه كاظمه بالتسعينات تحمل عده نجوم، يعني تتكلم بذيك الفتره ترى محترفين 2 على مستوى الفرق الموجوده، 90% لاعبين محليين كلهم محليين. يعني انت تحتاج لاعب اجنبي صح، بس ما تحتاج وايد. ليش ان لا اله الا الله. شوف يمكن انا بذيك الفتره فتره التسعينات مرت فرق كثيره على الكويت. يعني لما تروح شوف اليرموك، لما تروح تشوف خيطان، جودة اللاعب فايد. انا اشوف الامانه ما جاملك. نعم جودة اللاعب. نعم. يعني ما كنت تستغرب مثال نعم. ان القادسيه يخسر مثلا ضد الجهره. صحيح. الجهره كان نعم. فريق ممتاز صحيح. وعنده لاعبين منتخب. نعم. ما كنت تستغرب اذا كاظمه ممكن يخسر من مثلا الساحل. نعم. عادي جدا، لان عندك اي فريق من الفرق اللي يسمونها فرق المتوسطه والصغيره نوعا ما تاريخيا ممكن يفوز عليك. لان ابو فهد انا عندي وجهه نظر. نعم. جوده اللاعب كانت عاليه. يعني شوف ابو يوسف هذه الفتره يعني كانت المفروض ناخذ فيها عده بطولات خارجيه. صح. وليست بطولات محليه. صحيح. يعني نادي كاظمه بالفتره هذه اللي بالتسعينات احنا وصلنا مرتين. المره الاولى مرتين انحرمنا من الفرق العراقيه. ما كانت مشكلتنا في التسعينات الفرق العراقيه. لما تحط لما كنت تواجه فانت تضطر تنسحب. احنا في قبل النهائي تتكلم بعد الغزو. نعم. يعني قبل النهائي في اسيا الشامبيون احنا وصلنا قبل النهائي، صرنا مع فريق عراقي فاضطرينا ان ننسحب. هذه حرمت الكويت من بطوله اسيويه. صحيح. واتينا بعدها فيما بعد بال98 وهم نفس الموضوع، وصلنا بعد الادوار النهائيه وردينا انسحبنا ضد فريق عراقي. ضد فريق عراقي. وكانت بتكون موجوده بعد سنه 96 كاس اسيا. ابو يوسف احنا عانينا جيل ال90 عانى ثم عانى ثم عانى. عانينا الكثير على المستوى الخارجي. على المستوى الخارجي. المستوى الخارجي ما نشارك امام الفرق العراقيه. يعني جينا مباراتنا امام المنتخب الياباني 96. المنتخب الياباني كان بال92 هو بطل كاس اسيا. بال96 دور الثمانيه مع المنتخب الكويت. صحيح. احنا قدمنا مستوى في الدور الاول، لكن لما جينا الدور الثاني احنا الحين دخلنا المباراه ما لعبنا. واحنا اثناء ما كنا نسخن قلنا اذا فاز المنتخب العراقي على المنتخب الاماراتي كانوا يلعبون في ابو ظبي واحنا كنا في العين، خلاص راح نعطي المباراه حق المنتخب الياباني يلعب المباراه مع المنتخب العراقي. يلا شوف تخيل. فانظلمنا. فلما جينا المباراه تخيل انت تتمرن تتسخن داخل الملعب، والله واحنا قاعدين نسخن هدف ذهبي للمنتخب الاماراتي. فاز على المنتخب، تغيرت الحسبه. فتعاني انت حتى ذهنيا مو مركز. صحيح. فينا احنا فزنا على المنتخب الياباني ولا كنا المفروض نسجل عليهم 3 و4. اعتقد فزتوا 2-0. 2-0 فزنا عليهم. فبذيك الفتره يعني انا عن نفسي انا اتكلم صراحه
يعني اكثر من المنتخبات من عانت. اول شيء عانينا حاله نفسيه، ليش كنا بعد غزو وكنا دائما بالشعار الاصفر. كان رحمه الله عليه الشيخ سالم صلاح السالم. نعم. هو كان دائما يروح حق الدول هذه. صحيح. فالاسرى ما كانوا موجودين، اكيد الشهداء في كل بيت ملفهم. صحيح. يعني انت لما تشوف في مأساة، طبعا ما في مأساة مثل مأساة الكويت كانت. اكيد. فاحنا كنا بعدها، فالحاله ما كانت بالنسبه لنا الا احنا نقدر نقدم في هذا الوقت. فاللهم لك الحمد ان قدرنا، ليش انها هي شغله حالها نفسيه بذيك الفتره. اكيد. فوايد عانينا في فتره التسعينات خاصه، بس لكن بصراحه كانوا في رجال كثيره في ذيك الفتره. وانت واحد منهم، واحد من افراد النجوم اللي ما حد ينساه يا ابو فهد. والله ما هي منا علينا بذيك الحقبه. علينا واجب يا ابو يوسف، علينا واجب لليوم. هذا وطننا. ما عليه منا اكيد. اي والله اكيد ما عليه منا. انا الحين بي حق مرحله اسطوره من اساطير التدريب لوبانوفسكي. اي صحيح. نتفق نختلف، اسلوبه مو هجومي، وهو اسطوره من اساطير التدريب. اعتقد لما ياكم كان تصنيف الرابع والثالث على العالم. اي صحيح. من ناحيه المدربين. المرحله اللي انت كنت فيها مع لوبانوفسكي، ادوارك ابو فهد كانت تختلف. التكتيك كان يختلف. اعتقد كان يلعب، مو اعتقد، متاكد 4-5-1. اي صحيح. فشنو تتكلم عن فترتك ابو فهد مع بالمنتخب الاول؟ نعم. في حقبه لوبانوفسكي. لوبانوفسكي اول من اتى الكويت انا كنت من ضمن 60 لاعب. مو من ضمن ال 25 او 30، كان 60 مختار 60. كان يختار اعداد بالبدايه، عدد كبير. صحيح. فانا كنت خارج المكان. لعبوا اللاعبين في هيروشيما الاسياد اللي صارت. اي نعم. انت ما كنت معاهم؟ لا ما كنت معاهم. بال 94 راحوا كاس الخليج في ابو ظبي، انا ما كنت موجود. صحيح. كانت نتائج سلبيه بكاس الخليج، كانت اذكرها. بعدها كانت في تصفيات كاس اسيا. فسالوا لوبانوفسكي، قالوا له ليش ما تختار بدر؟ فقال هو ما اثبت نفسه لي عشان انا اختاره. انا اسمع بس ما اثبت. خليه يثبت وانا اخذ. في اول شيء في التصفيات كاس اسيا اختارني لوبانوفسكي مره اخرى للمنتخب الكويتي. وكنت لاعب اساسي. لما حق المعسكر لعبني المباريات، اعاد لي الثقه مره ثانيه. الادوار مختلفه عن ميلان ما شاء الله. طريقه اللعب مختلفه. بدني، يحب القوه والعنف والمجهود. نعم. فاشياء كثيره. بس وانت ستايلك مهاري يا ابو فهد. انا ستايلي مهاري. وبعدين كنت يعني انا العب طرف. ما كنت العب تحت المهاجمين. يعني انا لعبت عده طرق. بس كنت الحمد لله اني اتماشى معاها. فلما اتى لوبانوفسكي اول مباراه كانت لنا مع تركمستان في تركمستان، عشان انا اختصر. فكانت عندي اصابه في القدم. فكانت لافه ريول وكانت صعبه علي. فدكتور فلري ما زلت انا متواصل معاه، كان من احدى من الستاف الفني. نعم. من الستاف قصدي الطبي. نعم. فقال حق لوبانوفسكي، قال له بدر جاهز. قال له انا ما ابي تقول لي انت جاهز، ابي هو جاهز داخل الملعب. انا برا ما ابي يكون جاهز، ابي داخل الملعب. فقال له ان شاء الله راح يكون جاهز. فلعبت اول مباراه مع لوبانوفسكي لاثبات نفسي وتمثيل منتخبي وبلدي. فاول مباراه لي سجلت هدف، صنعت هدف. الهدف الشوط اللي بال90. اي نعم. هذه اللي كانت ملعب الفريق الثاني، ملعب تركمستان. كنا في تركمستان. مباراة صعبة كانت. مباراة جدا صعبة في وقت صعب ابو يوسف. صحيح. كان عندنا ريوق غدا واحد. يعني ما عندنا نتريق ونتغدى في وقت، لا كانت المباراة اعتقد من الساعة 2 و 3 العصر. فكانت عندنا وجبة واحدة بس. فلعبنا بالوقت هذا في تركمستان. فصنعت جول. اول شيء قولت، كنا مغلوبين 2-0، قولت جول. وبعدين صنعت جول حق خالد داود. انتهت 2-2. ردينا الكويت، فزنا 2-0 في المباراة الثانية. بعدها يعني لوبانوفسكي اتحاد الكويتي رأى أمر آخر. رحنا طبعا مع مباراة كانت عندنا مع اعتزال محمد هام لاعب منتخب قطر. صارت مشكلة. ليش الفريق كان بهذا الشكل؟ قال هذه مو أجندتي. لوبانوفسكي مثل ما قلت عنه ابو يوسف يحط الاجنده سنه كامله. صحيح. تمرين، فطور،
الريوق اللي هو غدا عشاء مم. مباريات، عنده جدول حاطه قدامه. دخل حتى دخلوا ابو فهد، عليه. اذا تذكر دخل ابو فهد بالبدايه، ما قاطعك بس هذا عشان انت قاعد تتكلم عن نعم. بونفسكي، وهو اعتقد اول مدرب يدخل اختبارات الكمبيوتر. اي صحيح. تذكر صحيح. احنا كنا ترى اولمبي كنا احنا نقول شنو ذاك هذا؟ الوقت، كمبيوتر نعم. وردة فعل نعم. وكذا نعم. واختبارات قياسات السرعه عن طريق الكمبيوتر. شوف شيء متطور هذه للامانه متى؟ يعني. بالتسعينات. اي وش قال لبونفسكي ذيك الفتره؟ قال لازم يبدا من الحين الاحتراف مم. حق اللاعب الكويتي. مم. لكن من سمع كلامه؟ لا يومك ماكو. ما حد سمع كلامه. لو كان بادئ، ترى الاتحاد السعودي بدأ بداية التسعينات، مم. وترى بداية السعودية بدايتهم في الاحتراف ترى ما بين مد وجزر، مم. يعني ما كانت كاملة. ما كانت كاملة. بالبدايه هي مرحله اخطاء ومرحله تعلم عادية إيه نعم. جدا. فذيك الفترة ما حد سمع كلام. شوف لليوم هذا لبونفسكي، يعني انت تتكلم عن مسافات، ترى هو تفكيره مسافات. صحيح صحيح. وشوف صحيح. الفترة الأخيرة مم. مهاجم واحد. رجع مره ثانيه على فكره بونفسكي. صحيح. العالم. على مستوى العالم. شوف شلون كنتوا مسابقين قبل ابو فهد. العالم اي قال لهم الفترة القادمة فترة واحد. اي ما في اثنين. قال لهم فترة واحد. اي والبونفسكي دائما عنده التحضير البدني، يستانس على التحضير البدني، وهذا صح. واليوم هذا هو موجود. صحيح. التحضير البدني، فهو كان يطالع بعيد على مستوى عالي للامانه يعني. بس احنا كخليج ما نتحمل. وجدي وملتزم. وطبعا الاهم من هذا نعم. اللي عرفته وباذن الله انت راح تعطينا طبعا الاكثر المعلومه، ما يسمح حق اي كان انه يتدخل مو بتشكيله حتى بتمرين. يعني ما يسمح انت اصلا لما تشوفه تبي الصراحه تخاف. نعم. هو حقيقه بعدين حتى ما يبتسم يعني ولا شيء. إيه. ولا شيء. سوالفه بسيطه المترجم يتكلم معك باحترافيه. لبونفسكي يتكلم باحترافيه، احنا نتكلم في فوضويه. صحيح. مختلفه جدا. صحيح. انت اليوم يعني شخص يعني مصنف، يعني تتكلم عن 10 بالعالم. هذيك الفتره هو من ضمن العشرة في العالم مصنف. مثلا انت تقول له راتبك خله 1000 دينار او 500 ما يستحملها. مش ان انا مصنف. فلبونفسكي هذا انسان اخر في عالم التدريب. يعني هذا انا برايي الشخصي افضل من ما قدمت الكره الكويتيه في وقتنا. يمكن اللي قبل اجيال انا ما تابعته حقيقه، زجال وكارلوس، ليش ان في حقبه كانت قبل تسولف عنها، لكن حقبتنا بالتسعينات كان لبونفسكي من ضمن الحقبه هذه، هو ميلان ماتشالو وفي بعض المدربين. انزين بس في شغله مهمه. نعم. بعد ابتعاد او نقول اقاله لبونفسكي، في ترى اقاويل كثيره ابو فهد تقول من لاعبين حتى من جيلكم ومن الجيل اللي بعدكم او من نقاد واعلاميين. صحيح. يقولون ان ما شاء الله جنى ثمار عمل لبونفسكي، ما نقول بنسبه 100% بس هو بنسبه نوعا ما جنى ثمار عمل لبونفسكي. شو تقول ابو فهد؟ لا شوف، شو اقول لك، انا قبل شوي ابو يوسف قلت لك ناصر وعزيز مكملين، كل واحد عنده شيء. لبونفسكي طريقه 4-5-1. ميلان 3-5-2. ميلان اتى فيه غير لاعبين على اساس احنا نقول اللاعبين اللي احنا نتكلم عنهم اللي كانوا ركائز حقيقيه واحنا كنا مكملين لهم. جيل اولمبيا 92، جيل برشلونه. هذا الجيل احنا اللي وقفنا عليه وكملناه. احنا كلاعبين كنا في السابق عندنا بطولات خارجيه. صحيح. لعبنا انا ما لعبت منتخبات، في بعض اللاعبين لعبوا منتخبات، مثلا خالد شليمي لعب منتخب، عبد العزيز الهندي لعب منتخب، وائل سليمان لعب منتخب. فهؤلاء اللاعبين اللي انا ذكرتهم وفي بعد غيرهم، فهذول كلهم اتوا خلف هؤلاء اللاعبين اللي هم جيل الاولمبي اللي هو اسامه ولا هويدي وفواز واللاعبين. وبعدين يا بشار هم اولمبي. هاني الصقر. نعم. فبعض اللاعبين اتوا من الاولمبي، وعبد الله وبران. صحيح. فاحنا جينا معاهم تداخلنا، فصارت الاعمار متقاربه. مع ان بيني وبين بشار كانت 9 سنوات. صحيح. بس صار فريق واحد، تيم. يعني تيم متقارب جدا حتى بالفكر. بعدين يا فرج لهيب، يا خلف السلامه. انت ترفض هالفكره هذه ان بما معنى اللي فهمته منك ابو فهد ان ما شاء الله لا فكر ثاني، كل واحد له شيء. احنا كل على قولتهم كل واحد له مرحلته. لا شوف ابو يوسف، ليش اقول لك قبل شوي اللاعب انا احتاج ان المقدم يكون لاعب عشان هو يعرف فرق لما تسمع جمهور،
فرق لما تسمع لاعب، صحيح. فرق شاسع. لوبانوفسكي طريقه اخرى ولاعبين، وميلان ما شاء الله كذلك. ايام لوبانوفسكي منو كان يلعب في الوسط؟ ايام مباراه تركمستان الثانيه منو كان خط الوسط؟ فواز، عبد الله بران، ناصر السوحي، بدر حجي. ابو محمد عبيد شمري كان على دكه الاحتياط. شفت ما كان يعتمد عليه ترى شفت شلون؟ فشفت كثير من المباريات. شفت شلون تركيبه ميلان، تركيبه لوبانوفسكي مع ميلان مختلفه. مع ميلان هاني الصقر، عصام سكين، فواز، بدر، عبد الله بران، مختلفه. الهجوم منو كان ذيك الفتره؟ علي المروي، دخل معاكم حسين الخضري، بعدين الخضري. ما شاء الله. شفت شلون؟ يعني ما شاء الله. شفت اللاعبين شلون يلعب اختلفوا؟ يمين ويلعب شمال ويؤدي ادوار بدنيه. ميلان الحلو فيه ابو يوسف يبدل داخل الملعب، في تنوع بلعبه. عنده اللاعب يعني يلعب مركزين، يلعب ثلاثه، حلو بالنسبه له، ما عنده مشكله. فهذا ميلان كان دائما يبحث عن لاعب يلعب مركزين، وهذا ميزه، هذه ميزه، يعطي اكثر من دور وايد. بدل لا يبدل لاعب، فعنده لاعب داخل الملعب يغير بالملعب. فاحنا كنا وايد. فشفت شلون اللاعبين اللي قاعد اقول لك عنهم. ليش احنا يستحضرنا الكلام؟ ليش ان احنا سهل، ليش ان احنا لعبنا لاعبين، لكن جمهور يقول ميلان ما كان زين، لوبانوفسكي جمهور يظل جمهور بيوسف، لازم نحترمه اكيد، وهذا راي جمهور. بس بالاخير احنا نعرف تفاصيل المكان اكيد. فشوف خصوصا لاعبين كاظمه. نعم، لاعبين كاظمه عنده بالنادي وبعدين فتره المنتخب. واحنا بعدين خلينا نكون واقعيين ابو يوسف. ناس تقول ميلان ما شاء الله يا لاعبين النادي كاظمه، لا مو صحيح. قلت لك حقبه نادي كاظمه بدات بالثمانينات وانتهت بال2000، كله 7 لاعبين، كلهم كانوا 7 لاعبين في كل حقبه، 7 لاعبين 6 لاعبين 7 لاعبين 6 لاعبين 5 لاعبين، فما كانت تنزل عن الخمسه. فهذه كل حقبات اللي كانت في كارلوس ألبرتو، وحصلت ترى مع فيليب سكولي المدرب العالمي في كاس الخليج قبل الغزو. نعم. استدعى كثير من اللاعبين القادسيه. ليش؟ ترى هذه تحصل. نعم. عارفهم ومدربهم، صحيح. ويفيدونه، بس نعم. مو مجرد لانه عارفهم مدربهم، ويفيدونه بفكره بالمنتخب فيستغلهم. يعني فهي ترى حصلت عادي. شوف ساكي مدرب الايطالي الشهير بال94 لاعبين ميلان من 7 إلى 6 لاعبين. ليش؟ هو ما يبي يكون اي لاعب جديد عليهم وتغير فكر اللاعب داخل الملعب. فالمنظومه انت تبيها تكون ثابته، ما تغيرها، تضيف عليها اضافات بسيطه. برشلونه كذلك في فترات بسيطه يستدعون في لاعبين 3 4 5 بس. صحيح. فهي كانت هذا الشكل، كان دائما من المدربين اللي انا اعتقد ان اللي يفهمون كره دائما يختارون هذه الاختيارات غالبيتهم. ليش؟ انت ما تدخل عليهم لاعبين الا في بعض. احنا نقول هذا اسمه منتخب الكويت. شوف احنا عشان نستذكر وهم بعد اللي عنده شكوك ابو فهد. نعم. تنتهي هي بالنهايه وجهات نظر ترى، حتى لو في ناس عندها وجهات نظر مختلفه بالنهايه مقدره ومحترمه. وذكرت لك، قلت لك خالد الشليمي. شوف لا انا بذكر فتره ما شاء الله اللاعبين اللي نتكلم اساسيين، يعني تقريبا نقول 99.9% كان هذول اللاعبين اللي يعتمد عليهم ما شاء الله من نادي كاظمه. نعم. نقول وان شاء الله ما نسحد تساعدني ابو فهد. بدر حجي. نعم. يوسف الدوخي. صحيح. فواز بخيت. فواز. ايمن ما كان اساسي بشكل دائم، لكن نعم. كان يلعب اساسي في أدوار. لكن نقول يوسف دوخي، بدر حجي، فواز بخيت، هذولي صعب يشيلهم ركائز ما شاء الله. بعد منو كان معاكم؟ عزيز الهندي استغل الليبرو لان الفكر يبني كره من وراء. احمد المطيري دخل معاكم فيما بعد. شوف هذولي 4. نعم. عصام سكين جهه اليمين. نعم. صرتوا 5. نعم. انا اعتقد ال5 هم اللي كانوا موجودين. اعتقد هذولي ال5. نعم. ايمن الحسيني ابو احمد مسي عليه بالخير. نعم. حبيبنا. نعم. كان يحتاجها في مباريات اللي يكون فيها جانب بدني عشان يستغل. ايمن يعني مشهور معروف بدنيا ما شاء الله. لاعب مجهود. لكن ال5 ركائز بكاظمه. نعم. اساسيين. نعم. تقريبا صحيح. نسبه في جميع المباريات 5 اللي ذكرناها. خالد الفضلي مرة فلاح ومرة خالد. لكن كلاعبين 5. نعم. يعني تتكلم في مو اقل من 5 لاعبين ثاني من انديه ثانيه. نعم. شوف حتى ترى لوبانوفسكي نفس اللاعبين ترى. صحيح. بدر، فواز، وخالد الفضلي حارس مرمى اذا كان فلاح مو موجود، وعصام سكين. كانت نفسه ترى ما تغير شيء. فهذه الواحد يقولها للامانه كمعلومه. نعم. الواحد نعم. لازم يقولها. انزين
ابو فهد ابي اتكلم مرحله ما شاء الله نعم ما راح اخذها كلها، مم. بس في مرحله مهمه انا اتكلم على الجانب الشخصي تبي الصراحه. نعم احنا كنا بمراحل سنيه بس كنا واعيين وعارفين شنو جيلكم بذاك نعم. الوقت. اللي هو تصفيات كاس العالم. صحيح. فتره ما شاء الله كانت تصفيات كاس العالم 98 بس انتم بديتوا التصفيات اعتقد 96 97 اي 97 نهايه يعني نهايه 97 شهر 9. ايش تتكلم ابو فهد وش تذكر على مرحله تصفيات كاس العالم فريقكم اللي للاسف انا اتكلم عن الجانب الشخصي ومن جيلي بذاك الوقت كانت صدمه خروجكم. اي صحيح. وترى لو نرجع حق التاريخ الصدمه الاكبر ان انتم كنتوا نهايه التصفيات في المركز الاخير. مع ان انتم كنتوا في نص التصفيات تقريبا منافسين على التاهل. شوف شو اللي حصل ابو فهد بالتصفيات؟ شوف ابو يوسف، هي كانت مرحله كل من كان يراهن على منتخب الكويت. ليش؟ في واقع الامر كاس الخليج اول 96، كاس اسيا قبل نهائي مع المنتخب الاماراتي خرج، بعدين لعب ثالث رابع لعب نفس المستوى مع ايران. نعم. ين التصفيه هذه منتخب الكويت كان منتخب الكويت. انا اعتقد في مرات ركائز لو اصيب ما في بديل. يوسف الدوخي تعور في بطوله عربيه، حاشا رباط، راح رباط صليبي. مؤثر صراحه، لاعب مؤثر من اللاعبين المؤثرين حقيقه. يوسف يعني ترى مو لاعب الكويت، خلينا نكون واقعيين. يوسف يلعب في اوروبا مرتاح، ترى من افضل لاعبين التاريخ بالنسبه لي انا. نعم. بالكويت مركزه يوسف من افضل ممكن. نعم. عشان ما نبالغ من افضل 3 لاعبين تاريخ الكويت مركزه. يوسف لاعب اخر مختلف. شوف في نوعيات من اللاعبين يوسف ما ودك تفقدها. يوسف فقدناه صغير، يعني في هذه احدى البطوله اللي فقدنا يوسف في هذا الجانب. انا اعتقد شوف لا نقول مو من اللاعب، لا لاعب يتحملها، مدرب يتحملها. ليش؟ ان بعض الاماكن انت تتحملها كمدرب داخل الملعب. في بعض المباريات يعني انا اشوف انه سبحان الله ما الله كاتب لنا فيها المباريات هذه، مع ان احنا نلعب ترى ايران وفهد على في بعض المباريات ايران اللي ملعبنا مثلا، اللي في ملعبنا حرام. كم فرصه ضيعنا مع المنتخب الايراني. انت ترى تباري منتخب ايران منتخب ثقيل، دائي باقري عزيزي. عزيزي. انت تتكلم عن يعني لعبوا في بايرن ميونخ، احنا نلعب في الدوري الكويتي. نلعب صحيح. خلينا نكون واقعيين، يعني الدوري الكويتي لا ملاعب، وانت تعرف الملاعب كانت شنو. احنا حتى نروح نجيب الكره لما تنشات برا ما في احد. التنظيم اللي على قولتهم حاليا ترى عندنا ما كان موجود عندكم. ما عندنا شيء. احنا نروح نجيب الكره تنشات بعيد، هواء معاها غبار، انت تروح تجيبها. صح. نلعب الساعه 3 العصر. معاناه كانت معاناه. بس كان في فكر لاعب كره قدم، في فكر كبير في كره القدم. هذه البطوله الوحيده ترى اللي الله سبحانه وتعالى ما ارادها لنا، بس لكن في قصور. لا في قصور. اناقشك بالقصور. تفضل انت ناقش. ممكن لك وجهه نظر، انا هذا اللي ابيها ابو فهد. هذا الاهم. في وجهه نظر تقول منتخبكم بذاك الوقت في جميع المباريات تقريبا ينهار في اخر ربع ساعه بالشوط الثاني بدنيا. وكانت في اسباب، حتى ترى من بعض اللاعبين من جيلكم ترى تكلموا انه كان في نوعا ما امور يتحملها طبعا طبيعي اللاعب، لكن في الجهاز الفني يتحمل الجزء الاكبر. صحيح. الجانب البدني. صحيح. انه يقولون ما شاء الله دائما تمارينه ما فيها القوه البدنيه، ودائما يلعب تقسيمه نص ملعب، ما يلعبكم الملعب اللي هو الرسمي، الملعب الكبير. هذه كانت تنقال من ضمن السوالف. صحيح. ان هذه ان الاعذار من ضمن الاسباب، نقول مو سبب رئيسي لكن من ضمن الاسباب المهمه ان منتخبنا دائما ذاك الجيل ينهار اخر ربع ساعه بدنيا الشوط الثاني. لو تلاحظ في اكثر مباراه ايران اعتقد والصين ومنو بعد في الشوط الثاني دائما يقولون عليكم بوقت الضايع. احنا نلعب اخر 5 دقائق يقولون عليكم. صحيح. شوف ابو يوسف، احنا دائما عندنا ثقه بنفسنا كنا، ودائما احنا في الهجوم مميزين هجوميا، ما في نقاش. وين المشكله ابو يوسف؟ شوف ببعض المباريات تحتاج فكر. احنا المباراه مع المنتخب السعودي الاولى خسرنا 1-2 في السعوديه. المباراه الثانيه مع قطر في قطر فزنا 2-0 بسوري بهالكلمه باكتساح. شفت شلون؟ اكتساح فني كان. نعم. بملعبهم. ميلان ما شاء الله مباراه قطر انا ما كنت زين مباراه المنتخب السعودي. في المباراه الثانيه مع منتخب قطر قال بدر اذا ما تأدي صح راح تكون على دكه الاحتياط مباراه ايران.
واضح معاك، ترى ما في تقول انت راح تكون على دكه الاحتياط مباراه ايران. جيت مباراه قطر كنت، بس مو انا بدر، عشان في سوالف ثانيه يمكن يبي يفهمها ويعرفها الجمهور. مباراه ايران لما جينا بنلعب حشتني انفلونزا، رغم الانفلونزا وانا كنت شوي تعبان، ما قلت حق المدرب. تتكلم عن ايران اللي بالكويت؟ اللي بالكويت. أوه. المباراة هذه كانت لازم نفوز فيها. ليش؟ عشان احنا ناخذ 6 نقاط من 3 لعبات وفي ملعبنا اول مباراة. لعبت من احسن مبارياتي في هذه الحربان قال عنها اعطي بدر، اعتقد وسام اوربت او شيء كذي. هذه انا المباراة كنت فيها مريض انفلونزا، بس ما قلت. انا مو من النوع اللي واقول، انا مرات اتحامل اذا اقدر. تبي تلعب انت بالنهايه منتخب، مباراة ايران، اي مو شيء يعني. هذه شوف ضيعنا فرص كثيره ويوسف، بس المنتخب الايراني كان محظوظ في هذه المباراه. لو تشوف الهدف ترى علي داي طق الكره بيده، بس احنا ما نقول اول ذيك الفتره ما في طق الكره بيده، ما في فار وفي فار وفي صار لهم جول. مو هني اللي بعدها المباراه مع الصين، بعد مباراه منتخب الايراني ملعبنا فلعبنا مع المنتخب الصيني على جول واحد وتقدمتوا 1-0. لا هم تقدموا هم 1-0 ايه، ومن ثم احنا الشوط الثاني حطينا جول. احنا نلعب معاهم على جول واحد مع المنتخب الصيني على جول واحد. فكرة مرتدة احنا نلعب على جول واحد، ردت علينا جول ثاني، خذوا نتيجة. اتت بعدها مباراة منو؟ المنتخب السعودي الحين في الكويت. اي الحين احنا في موقف محرج، لازم نفوز بالمباراة هذه ضد السعودية. حطينا جول، حط المنتخب السعودي جول، ومن ثم احنا حطينا الشوط الثاني جولين. انطرد فواز بعد كمل المباراة، فزنا المباراة. المباراة اللي بعدها مع المنتخب القطري احنا نزلنا، يعني المفروض احنا ليش المنتخب القطري يعني ما كان عنده نقاط، كان تو جاي من الصين ماخذ 3 نقط من الصين، ما عنده. تسمح لي ابو فهد؟ اي تفضل. هذه بضربة جزاء. انا متعمد احط لك هذا انت مال كابتن العزيز الهندي، شوف الاعاده لان انت جيت بتسولف عن مباراه ملاعب عبد العزيز فوق في مكان اي هذه راح تدش فيها من ضمن السالفه. مشكور اول شيء على هذه الله يسلمك. انا اللي اشوت ركلات ترجيح او ركلات الجزاء للمنتخب الكويتي متعود. تمام. عبد العزيز ما شات. انت تتكلم عن مباراة مهمة. احنا مع ميلان ما شاء الله دائما ميلان يحط 3 لاعبين 4 لاعبين، اللي يقدر يسدد يقول انا قادر، يروح ياخذ الكرة يسدد. انت لو تشوف في هذه اللقطة اللي قبل شوي، ترى انا من رحت خذيت الكرة لعب ناصر السوحيني، وناصر سوى بنتي رحمة الله عليه، الله يغفر له ويرحمه هذا الانسان. انا رحت خذيت الكرة عشان انا بسدد الكرة، فياني عزيز كونه كابتن فريق كان يقول عطني الكرة اعطيته الكرة. تحصل هذه صحيح، طبيعي احنا متعودين عادي يعني ما هي تنرفز معاه. فعزيز حط الكرة، صارت في مناوشات ما بين قطر ونبلنتي مو بلنتي مع الحكم. المهم ان عزيز رد خطوات. عبد الناصر العبيدلي كان يمي الله يذكره بالخير، كان يقول لي بدر ما يسجل. كان اقول حق عزيز قادر كذي، قاعد اقول له قادر. كان يقول ايه بس مركز وهو خلاص انا ما احب ازيد عليه. لو تلاحظ عزيز خطواته انفتحت زياده، كانه كان خطوات بعيد عن الكرة. هي خطوات. ركله الجزاء، انا اشوف ركله الجزاء، الفاول، هذه خطوات انا بس احطها ارجع في خطواتي حاسبها، وبعدين اوقف وقفه ومن ثم انطلق للخطوات محسوبه. عزيز لو تلاحظ خطواته انفتحت، توسعت ريوله عن بعضها. صحيح. فلعبت الكره وين؟ فوق العارضه. فهي كانت مباراه حساسه امام المنتخب. ترى المنتخب القطري كان هني بالنسبه لنا يعني كان بعيد حتى عن ولا شيء. اعتقد كان 0 نقاط ممكن او شيء كذي. وصل مع المنتخب السعودي، لو يفوز على المنتخب السعودي هو يوصل كاس العالم. شوف شلون صارت من بعد مباراه الكويت. ف ما انا اقول اتحسر على هذه البطوله. اقول شيء
نقول الله مكاتبها، لكن اكيد في توفيق مرات من رب العالمين، وهذه تحدث حتى لاعبين على مستوى العالم طبيعي ما صحيح. يوصل كأس العالم مرات صحيح. ما ياخذ كأس العالم، صحيح طبيعي. ليش ان هذه تحدث حق بعض الفرق. لكن احنا كلاعبين، انا اتكلم عن نفسي، انا كنت انسان لاعب مقصر، وهذا طبيعي نقصر يعني مرات ما تتوفق. بس انا بالاخير اقول ميلان كان له دور اساسي في بعض المباريات، ان بعض المباريات تحتاج اشراك بعض اللاعبين. ليش ان انت صار عندك فتره يوسف كان مصاب، فلاح دبشه كان مصاب، فانت كان عندك لاعبين موجودين على دكه الاحتياط. لكن انا اقول صار العمل مشترك، وما الله قدر ان احنا نوصل. اكيد هذا سبحان الله، هذا بالتاريخ صارت. نعم. وكل الشعب كل واحد الكويتي، اكيد له كل الجمهور مسؤوليات الكويتي يتحملها. كان متعطش، ليش انه عارف هذا المنتخب ثقيل. وهذه الحسافه. نعم هذه الحسافه. نعم. ابو فهد ابو فهد بحط لك صور وتعلق عليهم. نعم. صورتين. ببدي بصوره ابو فهد الشيخ احمد الفهد. اي طبعا له فترات طويله بحقبتك خصوصا بالمنتخب. اي صحيح، الله يذكره بالخير. شوف ابو فهد كان قريب من الاعمار، من عمرنا، يعني انا قريب من عمره، يمكن بيني 4-5 سنوات او 6 سنوات بيني وبينه. مواقف، مثل ما نتكلم بعض المرات عن شخصيات، مواقف. انا ما كنت ودي اخسر ابو فهد بصراحه، يعني يبتعد عن الرياضه. خساره ابتعاده حيل كقيادي انا قلتها فتره من فترات، شيخ احمد كان خساره للرياضه الكويتيه، كان قائد لها. ما كان احد يقدر يعني يقرب للاعب او يقرب للاداري او يقرب للانديه، ليش انه هو كان قريب جدا منها، وعارف الشيء شلون يدير هذه اللعبه، او يدير هذه الرياضه الكويتيه. لكن اراد العمل السياسي. العمل السياسي مختلف عن العمل الرياضي. اكيد. فانا كان ودي انه يكمل في العمل الرياضي بصراحه، ليش ان الرياضه كانت محتاجه مثل الشيخ احمد الفهد. واحنا حاليا بالسنين الاخيره قاعد نعاني ترى. ما في شك. نعم فنيا، لكن قاعد نعاني اداريا. لا احنا شنو اداريا ابو فهد في ايامه شنو كنا؟ بطولتين اولمبيه اللي كانوا سنوات، هو بطولتين اولمبيه 10 سنوات وسيدني مسك 90. ترى 2000 سنه 2000 الشيخ احمد خلاص وخر. فكره كان بعيد. بطولات كاس الخليج بطولتين. تتكلم عن اسيا قبل نهائي. تتكلم عن الانديه بطولات مجلس تعاون. فكانت حقبته حقبه يعني جدا ممتازه، وايد ممتازه. رقم يعني ما كانت، احنا نقول كان مفروض ان نكون احنا خاصه العمل الحكومي المفروض يكون عنده يعني عنده وايد اشياء للرياضه ما كانت موجوده. صحيح. خاصه تتكلم عن المواد الماليه، يعني احنا كنا ضعيفين فيها جدا. حتى البنيه التحتيه، الملاعب صفر. بس كانوا في ناس، حتى شوف شيخ احمد الفهد الله يذكره بالخير، فلازم نذكر له موقف من المواقف. يعني في كاس الخليج 92 خسرنا امام قطر 4-0 اللي في قطر. راح نزل مع الجمهور القطري بينه يمشي. وكان هذا المفروض يعني الموضوع كان صعب، يعني ان انت تمشي ما بين فريق وكان خصم لنا، يعني خصم ثقيل. ليش ان احنا كنا معاه قريبين، فازوا علينا. ليش ان احنا فزنا لعبتين اول لعبتين وما فازوا لعبتين 92، فبعدين فازوا علينا 4-0. فشلون انت تقدر تتحمل ان خسران 4-0؟ فصارت بطولة كاس الخليج 96 عشان نربط، عشان انا بس اقصد في الربط. في 96 لعبنا اول مباراتين في كاس الخليج، فزنا فيهم. الثالثة مع المنتخب الاماراتي خسرنا. كان يقعد معنا الشيخ احمد، هني غير مختلف عن الوضع ذاك. قال في منكم موجود بال 92 وشفتوا المشاكل اللي كانت موجودة، الحين عندنا لعبتين. كذي قال عندنا لعبتين وفريقين الموجودين من حظنا ان منافسين حق هذه البطولة، السعودية قطر. تعتبر السعودية قبل نهائي، وقطر نهائي، ولازم نفوز باللعبتين. وهذه الشغلة بيدكم انتم.
واحنا كاداريين خلفكم. قال انتم تتفقون مع بعض، قعدوا مع بعض من ما بعد انا قاعد معاكم، لازم ناخذ اللعبتين هذه. هذا موقف من المواقف الاداريه، انت لازم تعرف ان في بعض المرات تكون في مواقف اداريه. هو متميز هالأمور. شيخ احمد متميز جدا في هذه. فلما جينا مباراتنا امام المنتخب السعودي كان عندي انا مشكله بظهري، وخذيت ابره، الله يرحمه الدكتور محمد سالم، فما كان عندي يعني امل اني العب بعد الله سبحانه وتعالى، فلازم اخذ الابره هذه. خذيت الابره، يمكن قعدت لي يومين بس عوار، طبعا هي كرتازون، وما ادري شنو في ظهري بصراحه، ما اعلم شنو في ظهري. فطقني الدكتور محمد سالم، حتى انا هذه المباراه ما انساها وذكرتها كذا مره، اني بيني وبين نفسي اقول حق ميلان اقدر وما اقدر. يعني بصراحه صعبه جدا كانت علي، ليش؟ انه كان يلعب يمي محمد شيليه. محمد شيليه طبعا يعني لو تشوف بطوله يعني مباراه كاس اسيا، كاس الخليج عفوا 96 المنتخب السعودي اللي في عمان كان مميز المنتخب، توهم خالصين من كاس العالم. نعم. خالد مسعد بالنص خالد ويوسف ثنيان فؤاد انور فريق جبار كان. سعيد سامي وفهد المهلل هجوم، حسين عبد الغني رحمه الله عليه الخلاوي ورا، ودعي حارس مرمى، واحمد جميل حارس قلب دفاع. نعم. اللي برا كان خالد التيماوي، حسن الجمعان. يعني انت منتخب كان يعني منتخب ثقيل. حقيقه منتخب ثقيل. تبي الصراحه ابو فهد. نعم. بكتور المباراه بوقت. المباراه هذه كانت تحتاج شنو؟ تحتاج شراسه، وتحتاج انك تسجل. فبدايه المباراه انا خلاص خذيت قرار اني العب، مثل مباراه مع منتخب ايران، خذيت قرار اني العب. اول 5 دقائق سجلنا هدف، لعبت كره حق حمد الصالح اللي كان فيني عوار بظهري، لازم خلاص الانسان لازم ينسى الحين. فاحنا بقناها بعقلنا حقيقه، يعني التزام تكتيكي. بعدين المدرب هني ميلان ما شاء الله ترى كان لعب 7 لاعبين كامله. هذه اللي كانت فيها بعض المرات اعتقد هني بداية التغيير. بدايه التغيير. فشال علي مروي مهاجم، وشال لا الهاجري ما كان موجود معنا، كان خالد شليمي. نعم. فشال لا اقصد ابو عبد العزيز. نعم. علي مروي. نعم. فشال بعض اللاعبين، وشال وائل سليمان، دخل بدال عزيز الهندي. شال فلاح دبشه، حط بداله خالد الفضلي. ركب 4 لاعبين، عبد الله وبران، وحمد الصالح، وخالد داوود، والله ما خالد داوود ترى الناس نعم. ما تعرفه، ممكن لاعب بدني جدا ومؤذي حق المدافعين. مكمل شوف. فالمدرب هني يعني انا ان شاء الله ما اذكر ما انسى لاعب من لاعبين انا ان شاء الله ما حسين الخضري. لا حسين كان مطرود موقف يعني. الحدث اللي حصل اللي صار له سنه ونص توقيف حسين. فالمهم المدرب اني لعب 7 لاعبين كاظمه، و4 لاعبين اللي طبعا قلت لك خالد شليمي، حمد الصالح، خالد داوود، حمد الصالح، عبد الله وبران صاروا 3. في لاعب ماني ذاكره بالضبط، انا اسف. ما يمنع. فهذه كانت نقول بدايه حصولكم على لقب كاس الخليج، بطوله كاس السعوديه اللي كانت بعمان. وهذا اللي كان فيه الشيخ احمد اللي قال راح تشوفون شيء، الجانب النفسي. تعامل. نعم، تعامل نفسي. وقال راح تشوفون شيء بالمطار انتم ما شفتوه. حقيقه ابو يوسف. وانتم بالطياره راح تشوفون. صدق الجمهور كان يعني هذه خيال. من اجمل ايامي، من اجمل ايامي ما لعبت كره قدم. هي مرتين حصلت لي. صحيح. وانا اعتقد كنت من الناس المحظوظه بصراحه. لو تعيد فيني ابو يوسف، لو تقول لي تبي اي جيل تلعب كره قدم مره ثانيه معاه، بقول نفس الجيل. ليش؟ اني حبيت هذا الجيل، في منافسه، قراب من بعض. حتى الفرق اللي نقول عنها غير منافسه، لكن تحس فيه لاعبين، تحس في فريق. اتفق. تحس فيه فريق، في لاعبين. حتى شوف انا مره ذكرت، قلت حتى منتخب الكويت مع منتخب الهند كل فتره اقول الفرق اللي كانت غير منافسه بالكويت تفوز على منتخب الهند. ليش؟ انه كانت في لاعبين كثيره حقيقه بذيك الفتره. واحنا الحين 4 مباريات ابو فهد خلال السنه ما فزنا على الهند ولا مباراه. وهذه راح لي ان شاء الله. راح لي. نعم. ابو فهد، ابيك تعلق لي على ابو تركي الشيخ احمد اليوسف. وتركي
شوف حقيقه يعني بتركي لا يعني كان له موقف معاي مو غريبه عليه. اعتزالي لما جيت بسوي الاعتزال كنت ابحث عن منتخب. قلنا بنسوي منتخب ايران مع منتخب ايران. كان احد الفائد ذيك الفتره رئيس اتحاد الشيخ احمد نائب رئيس. فقال بدر لك من الى روح سوي اللي بتسويه مع منتخب ايران. فطبعا شكرته على موقفه معاي ومو قريب على ابو تركي، ومن الناس بصراحه اللي صدره وسيع. صحيح. وما زلت انا اقول ما زلت اكثر انسان تحمل ترى وانتقد بشكل كبير. ما سمعت انا ما سمعت بصراحه يوم من الايام رفع قضيه على هذه مهمه ابو فهد. نعم. فهذه انسانيه مشهود له والله الامانه يعني ننتقده نختلف معه لكن بهالجانب مشهود له وداعم كبير للاعبين والله يعني انا ما انساه يعني حقيقه ابو تركي. احنا وين ابو يوسف لما نبطل كره شنو تحتاج موقف الانسان اللي كان معاك منذ اللي يذكرك اللي يدعمك. هذا ابو تركي بصراحه من الناس اللي يمكن هذه اول مره اقولها انساني بصراحه يعني وكان قريب جدا من احنا كلاعب وايد كان قريب وايد كان قريب ويحب انه يسعدنا يعني صدق. هو بعض المرات تلقاه يعني يدخل في اشياء لكن هو من غير قصد للفريق. ليش ان الشيخ احمد الفهد مرات دائما يخلي ابو تركي هو اللي يطلع رئيس وفد يمكن حكم الشيخ احمد الفهد مشاغله الخارجيه في المجلس الاولمبي الاسيوي. صحيح. فابو تركي حقيقه يعني شهادتي في مجروحه بالانسانيه مثل ما قلت لك يعني ما سمعت رغم انه اكثر انسان انتقد وتجرح لكن ما عمري سمعت ما يرفع رد على اي انسان ما يشتكي قضايا او كذا ولا شيء. اي وهذه الامانه الشهاده الواحد يقولها ويستحقها تركي والله يستحقها. انسان بمعنى الانسان. ابو فهد نية الحين فتره احترافك في الشباب السعودي فتره مهمه وحققت فيها بطوله كاس ولي العهد مع انها كانت 6 اشهر اعتقد العقد مدته 6 اشهر. صحيح. انزين بس في شيء ابو فهد وانا اعترف انا نصراوي زين النصر السعودي انا من بعد الشباب مع احترامي لجميع الانديه انا من بعد الشباب النصر زين هذا شيء ممتاز. نعم. في عرض كان لك من النصر السعودي. اي صحيح. اي في تفاوض نقول. اي هذه يعني قبل لا ندخل بموضوع الشباب نبدي بموضوع النصر ولو بشكل سريع وبعدين وين راح اقول مع منو يعني. اي نعم بالضبط. يعني كنا في بطوله مجلس تعاون 96 بعد ما خلصنا اسيا. شوف ابو يوسف يعني كانت البطولات متراكمه. خلصنا كاس اسيا كنا برا الكويت قعدنا شهر كامل. البطوله تطول وكان عندنا معسكر عشان بس ان الناس تعرف ترى معسكرنا في كاس اسيا كان في البحرين مع فرق بحرينيه مو منافسه للبطولات بس المهم ان كنا لازم نلعب مباريات حق كاس اسيا 96 اللي وصلنا فيه قبل نهائي. فلما خلصنا كاس اسيا بطوله مجلس التعاون اليوم جيت الكويت بكره انا مسافر بكره مع النادي. فرحنا قطر واحنا في قطر لعبنا المباراه الاولى مع المنتخب مع نادي النصر السعودي تعادلنا معهم 1-1. انا خذيت احسن لاعب في هذه المباراه. انا حقيقه عده مباريات وايد خذيت مباريات احسن لاعب. فبعدها كنت في اللوبي يعني الامير الله يذكره بالخير فيصل بن عبد الرحمن. اي نعم صاحب السمو الملكي. فقال لي بدر انا باخذ رايك. قلت له تفضل. فقال لي ايش رايك تحترف عندنا في السعوديه معانا كفريق نادي النصر؟ قلت له بالعكس اتشرف. قال ابي منك كلمه تقول لي اياها علشان انا اقدر اتفاوض مع النادي. يبدي بالخطوات الثانيه. نعم. اي نعم. فقلت له توكل على الله. قال لي خلاص. قلت له خلاص. شو اللي حصل؟ بريك قوي. معقول؟ طبعا. يعني بريك من اي ناحيه؟ بريك قوي. رفض تام ولا طلب مبلغ مبالغ فيه؟ ولا تفاوضوا مع الناس ولا تفاوضوا مع النصر. سكر الموضوع. بتاتا سكر الموضوع بس. زين ليش؟
قال سعيد تناقشوا معك؟ قالوا لك شنو عذرهم؟ ولا شيء. كنت اثناء ما كنت موجود كان الله يذكره بالخير مدير الفريق عماد القاربلي، قرب علي الله يذكره بالخير. نعم. ومشعل حمد كان مشرف الفريق. نعم. فقلت لهم، قال لي الامير، قالوا بدر حاليا انتبه للبطوله، انسى موضوع الاحتراف، انسى موضوع الاحتراف. قلت زين، قعدوا مع الناس تفاوضوا. انا ترى ماني لاعب صغير حاليا، انا اعرف شلون اوفق يعني وركز. انا نهايه ال20 حاليا. إيه. وانا من طبيعتي عادي يعني، ترى ما بس حاليا انا احتاج اني اطلع بعد. نادي بحجم النصر جماهيري ابو فهد. فقالوا لي انسى الوقت الحالي، انسى. كملت بطولتي. فيما بعد شفتها بالجرائد الرسميه السعوديه ان طبعا الامير فيصل ذكر الموضوع هذا، ان ممكن راح ناخذ بدر حق نادي النصر بالفترات القادمه. طبعا راح الموضوع، ما حصل الموضوع، ما حصل فيما بعد. إيه؟ عشان السؤال اللي قلت لي عنه عن إيه؟ الشباب السعودي. الموضوع الشباب السعودي. نعم. إيه نعم. نادي الشباب السعودي بطولة مجلس، بطولة كأس الخليج 98. بعد ما خلصنا قال لي الشيخ أحمد الفهد، كان عندنا هني أسياد تايلاند بعد كأس الخليج، فقال الشيخ أحمد الفهد لما نلعب بطولة عربية ومن ثم بطولة كأس الخليج، لاعبين الكبار ما بيكم بالأسياد، ما احتاجكم. دق علي تلفون بعد كأس الخليج الشيخ أحمد، جاي يقول بدر أبيك تروح معي الأسياد، ماني ماخذ لاعبين الكبار، أبيك أنت تكون موجود. قلت له أبو فهد تونا، قال لي أنا أبيك أنت تكون موجود، كذي قال أبيك أنت تكون موجود. قلت له خلاص. رحنا الأسياد، وأنا في الأسياد كانت تجيني بعض العروض. فلما ردينا فقال لي الشيخ أحمد الفهد وهالكلمة: بدر إذا ياك عرض هو كأنه حاس، إذا ياك عرض ترى عندي. عنده علم، عنده علم. فهد عنده علم، لكن ما عنده وين. بس هو كان ليش إن أنا في البطولات هذه 3 اللي حصلنا على الترتيب 25 على مستوى العالم. الكويت خذت تصنيف صحيح. فأنا كنت في البطولة العربية كأس العرب من المؤثرين الكبار يعني. خذيت أنا لاعب مثالي، وكأس الخليج خذيت أحسن لاعب، والأسياد طبعا خذينا مركز ثاني. نهائي اعتقد مع ايران كان. نهائي مع ايران. نعم. ولعبنا بالفريق الثاني، الصف الاولمبي. ما عدا جاسم الهويدي لعب معنا وتعور، جمال مبارك كان ونهير. على العموم يعني الريان القطري والنصر السعودي والشباب السعودي. الريان تعب معي بحقيقه يعني، يوميا كانوا يكلموني، بس العرض كان 30,000 دينار. فالشيخ احمد الفهد قلت له، قال لا. الشيخ احمد الفهد قول لي قال لي لا، ان المبلغ ما يناسبك. إيه؟ بس ترى ابو فهد 30,000 دينار ترى بذاك الوقت عن 300,000 حاليا. بالتسعينات. بالتسعينات. مو شيء سهل ترى. فقال لي لا، اصبر وممكن تجيك عروض. فكلموني نادي الشباب، قدم نادي الشباب 45,000 ووقف. كلموني نادي النصر، طلال الرشيد كلمني ذيك الفترة. نعم. الشيخ طلال يعني الأخ الكريم. نعم. فقال لي بدر احنا قدمنا للنادي. أنا سويت، قلت اللي قدم لي العرض أبيكم تقدمونه لي مكان ثاني، مو في النادي. هاي خلي أعرف هالكلمة، هذه أول مرة أقولها. أنت الحين ماخذ موقف. النادي خلاص ما يبيني أطلع من اللي حصل. من اللي حصل في العرض الأول للنصر السعودي، عشان لا يقولون إنه ما في عرض. أقول لا، هذا العرض كان موجود. نعم. أيام أول كان بشكل ثاني، ترى مو ما نسيت شلون. تعامل مختلف. على العموم نادي الشباب قلت حق نادي كاظمة خلاص الحين هو أكثر عرض جاد، أبي نادي الشباب. قالوا النادي النصر 35 مقدم، قلت لي مقدمين 45. نادي الشباب تكلم عن تقريبا 500,000 سعودي. اي نعم تقريبا. يعني هو 170,000 دولار تقريبا. مع طبعا رواتب والسكن والسيارة. نعم. هذه غير هذا شيء ثاني. نعم. المهم جيت هنا قلت لهم هذا الكتاب عندي، شوفوا زين، عشان لا يصير لقط. ما وصل وانا ابي اطلع. نعم بصراحه انا اخذت قرار خلاص ابي اطلع. ودوري سعودي، وهذا اخر عمري يعني، كان عمري 31 سنه تقريبا.
نادي كاظمه وافق، قالوا خلاص احنا لنا 25 وانت لك 20. بعد زين قلت لهم ليش؟ قالوا بتاخذ رواتب. زين زين هذه يكسرونك بعد يعني انت الحين لا حول سوي لي الله. تكريم، سوي لي زين. تكريم يعني زين. هذه تكريما خلاص يعني إيه. انا اخر انا وقتي خدمتك 31 سنه حاليا من عمري 12 سنه وانا إيه. في نادي كاظمه. قالوا قلت لهم ما عندي مشكله، المهم اني ابي شنو أطلع. انا طامح. إيه. ويوسف كره القدم انت انسان طامح انه مم. بعد ما خلصت هذه إيه. تبي توصل لمرحله تبي اخرى تجربه اعلى. اخرى. اي نعم. فقالوا خلاص خلصنا. رحت الشباب السعودي والله يذكره بالخير الامير خالد بن سعد، إيه نعم. وطبعا هو كان رئيس النادي. عضو الشرف اللي قدم لي هذه عبد الرحمن بن الامير عبد الرحمن بن تركي. اي نعم. هو من هم عضو شرف، كانت صفقتي منه هو. فدخلت مع نادي الشباب ذيك الفتره وابتعد خلاص عن اللي هو طبعا النصر والريان. خلاص بس. العرض كان قدامي نعم. نادي الشباب. نادي الشباب مختلف طبعا، كانك في نادي كاظمه. إيه. ماكو جمهور، نقول الانديه الغير جماهيريه ما فيها جمهور. في بس الرياض. في الرياض بس فيها تتكلم بطولات. الرياض النصر والهلال. نعم بس فيها بطولات. نعم نعم. وفيها لاعبين، خصوصا الحقبه اللي انت كنت نعم، فيها اللي أنا يعني كنت فيها. كانت لاعبين مميزين. نعم وانجازات كذلك. لما اتيت لنادي الشباب هني بعض اللاعبين كنت اتمنى ان اكون موجود معاهم. فؤاد كان يلعب بالصين محترف، فؤاد انور. سعيد العويران لعب ورد وكان معنا مشارك. فهد المهلل كان عنده رباط صليبي صحيح. فما شارك معنا. صحيح. فكنا لاعبين اخرين كانوا معي لاعبين شباب. في لاعب مميز معاك بس تكفى. مرزوق العتيبي. مرزوق العتيبي موجود بالنص. لاعب عزيز الخثران. اي عزيز كان يلعب جهه اليسار يعني مميز. اي عزيز كان مميز. وعبد الله الواكد دفاعيا اكثر. عبد الله الواكد بس يريحكم عبد الله الواكد. كانت يعني شوف هي تركيبه شباب. انت شلون تقدر تخدم معاهم. وبعدين انا 5 أيام رايح لاعب مباراتين. اسبوع لعبت مباراتين، لعبه مع النصر. لا 3 لعبات عفوا، ب10 أيام لعبت 3 لعبات. الرياض اللعبه الثانيه مع النصر سويت بلنتي وما شته. قالوا لي شوت، قلت لهم انا ليش اللي ما تدربت ابو يوسف، انا من النوع اللي اتدرب على البلنتي قبل لا اشوته. فقلت لا لازم امسك نفسي علشان انا سويت شيء الحين ابي اكون المباراه الثانيه اخر. صحيح. فصارت المباراه اللي بعدها مباراه مع الاهلي السعودي جده في الرياض. وصار بلنتي. كانوا يمسكون الكره يعطوني اياها، الحين تشوت لازم تشوت خلاص بس لازم تشوت. وانا ترى نفس ما كنت بالمنتخب الكويت والنادي هناك طبعا كل الصفات خليتها. لاعب اشوت فاول وشوت ركلات حره وكورنرات والبلنتي ضربات جزاء. يعني هذا انا كور ثابته. نادي الشباب قال لي هذا انت بدر ما اختلف لك شيء. حتى رقم 7 اعطوك هذا هو. فكل شيء هيئوا لي نادي الشباب. وين صارت المعضله في التجديد؟ عندنا بطوله عربيه حققت معهم كاس ولي العهد. حققنا بطوله كاس ولي العهد. نعم. وخادم الحرمين كنا قبل نهائي مع نادي الاتحاد. وهذه لها سالفه. انا ترى الوايد لو بتكلم في وايد اشياء. بالعكس احنا نبيك وفايد ما راح اصيدك مره ثانيه على الكره. كابتن خلي سنترون يمديك وفايد. زين. كاس ولي العهد، نهائي كاس ولي العهد بشار الهلال وبدر الشباب. فالجمهور الكويتي يبي يشوف صراحه ليش كان الجمهور مستمتع ان بدر بيلعب في الشباب وكنا نحقق نتائج والهلال كذلك. صحيح. فصار النهائي شباب هلال في جمهور من الكويت يا المنطقه الشرقيه. نعم صح. انا وبشار ما لعبنا. ليش؟ ما ادري لليوم هذا ما ادري. مو عارفين شنو السر. ما ادري والله ما اعرف شنو السبب. لا انا ولا بشار. وشوف الصدفه شلون صارت. وانا المباريات هذه كلها لعبتها اللي قبل، ولعبت في يعني اتكلم عن ما قلت تميز بس اقول جيد جدا. ما لعبنا انا وبشار
كلش انا ما لعبت. بشار يمكن لعب دقائق معينه بعدين ما لعب. على احتياط بدر. يانا بعدها خذينا هي بطوله، يانا خادم الحرمين الدور الاربعه قبل النهائي مع قبل الاتحاد. مع الاتحاد. إيه. لعبه في الرياض، ذهاب واياب. لعبه في جده. انا على دكه الاحتياط مع الاتحاد. اسال نفسي ليش؟ ما ادري. ويتوقفون 3 لاعبين خط وسط من نادي الشباب. نادي الشباب. المباراة الثانية هي تعادلنا 0-0. المباراة الثانية في جدة. كان ذيك الفترة يعني أذكره كان يلعب معاهم أحمد بهجة مع نادي الاتحاد. لاعب مميز. شيء أحمد بهجة. شيء خيال. شيء. وإحنا كان معنا رشيد يكيني، بدني وسرعة النيجيري طبعا. وطبعا هداف أفريقيا. كأس أفريقيا 94. يعني معروف. كان هو المهاجم، هو مهاجم معاي، بس كان وقته كبر شوي. اعطيته كرات ثقيله يعني ذيك الفتره مع الاهلي وايد حطيته كرات ما سجل. انا برسل لك اياه. بس كان رشيد يعني تستانس انك تكون موجود مع لاعب بهالقيمه صراحه. يعني خبره قيمه صحيح. قيمه. ما خذوا معنا مباراه الاتحاد، ما خذوا رشيد. قال لي المدرب راح تلعب. قلت له انا جاهز. انا اقول لك كابتن ترى انا محترف. انا اسمي محترف، يعني باي لحظه جاهز. انا اتعامل معاك محترف. لعبت المباراه هذيك بيوسف، يعني كانت لي من احسن المباريات. بدعت. مع اني لعب وايد مباريات. انا في عندي مشكله، اعوذ بالله من كلمه انا. المباريات القويه احبها، استانس العبها. هذا اللاعب مميز. انا استانس. انا طبيعي مميز يبين مباريات كبيره. انا احب كذي. صحيح. شوف المباريات السعوديه غالبيتها اللي لعبتها كمحترف غالبيتها مباريات الكبيره. فهذه المباراه لازم نفوز فيها. اول شوط احنا 1-0. ثاني شوط اخر ربع ساعه قلت حق المدرب بدلني. مدرب طلع عن طوره قال نو ما تطلع. نو انت بدنيا خلاص بدأت تنزل بفايد. انا نوعا ما كنت تلعب انت نفس ما ذكرت. تقريبا ما لعبت تقريبا اسبوعين مو شيء سهل. وجده رطوبه شويه بالفتره الاخيره. صحيح. يعني. فقال لي لا. قلت له كابتن بدل ماكو مجال. ما في مجال. وانا كنت مرتفع جدا في الملعب. فهني مدرب بدلني. خسرنا المباراه 2-1. كنا متقدمين. انا طلعت خسرنا. الله يذكره بالخير خالد يوسف الحربان. كان عبد المجيد اشتالي. هو محلل تونسي معروف، مدرب سابق. نعم. وكان ياسين المقدم. مقدم يدير الاستديو. نعم. ابو يوسف كان هو محلل من ضمن. ابو يوسف طلع من طوره. اشتالي يقول له شيء، ابو يوسف يقول له شيء. انا راح ارسل لك اياه بعد. هاي موجوده يعني بتليفوني. فليش طلعت؟ ليش طلع بدر؟ انا اللي طلعت. هم ما عارفين التفاصيل. ما يعرفون. فخسرنا. لعب سعيد العويران ما كان جاهز. خسرنا المباراة علشان سعيد ما كان جاهز. هذه مباريات حاسمة. ما عنده ما في أنا جاهز أنا غير جاهز. صحيح. عشان أنا بعد سعيد صديق لي ومسي على الخير. نجم كبير. نعم. فخسرنا المباراة. بعدها جينا حق الرياض. انتهى موسمي. فنادي الشباب طلب التجديد. عندي كأس آسيا سنة 2000 في لبنان. نعم. فكان عندنا شهر 9 التصفية الأولى. فالشيخ أحمد الفهد قال لا، الحين الاحتراف كله. الشيخ أحمد الفهد هو اللي سوى البلوك. وقف. لا، لأن الحين في تركيز منتخب. شهر 9. فما يقدر أخليك تروح مع نادي الشباب عندهم بطولة عربية شهر 8. فلازم أنت هني تكون موجود. التصفية الأولى هذه كأس آسيا. فبدر لا. جيت حق نادي الشباب أرسلت لهم قلت لهم والله. قالوا حاول. شيخ الأمير خالد بن سعيد أصروا عليك على التجديد. أصر. نعم. قال حاول بدر. قلت له والله أنا ما أقدر أتصرف في هذا الجانب إلا إذا أنتم تسمحوا لي أن أنا أدخل التصفية هذه. قالوا بدر لا، خلك
بعدها مثلا شهر واحد انتقالات شتويه. انتقالات شتويه. نعم. فاول كانت في مرونه 6 اشهر وما كان مثلا صحيح. عقد بالسنه كامله. صحيح. فلما اتينا كان تصير الحسبه ويأجلون التصفيه الاولى الى شهر 2. وانا بعمر متقدم انتهت بالنسبه لي الشغله الاحترافيه مع نادي الشباب السعودي. لكن اللهم لك الحمد ابو يوسف، يعني هذه حقيقه تقال في نادي الشباب السعودي والامير خالد بن سعد. يعني ما كأن بدر انتهى من نادي الشباب. لما جيت اعتزالي اعطوني كل شيء بالنادي. كل نادي شيء الشباب. نادي الشباب. والله كيف صور صراحة. اللي تبي المكان اللي تحبه. كل شيء، كل ما تريد بدر تاخذه. جيت في احدى بطولات كاس الخليج كنت موجود في السعوديه، فطلبت مقابله الامير خالد بن سعد، كان هو وقته رئيس نادي. المهم كان عنده شو اسم اللاعب نادي الكويت، مهاجم شعره طويل، كان لاعب مميز، نسيت اسمه. نادي الكويت. نادي الكويت وراح نادي الشباب السعودي لعب. روجيريو رقم 10 المهاري البرازيلي. نعم. كان وقتها هناك. شكرا ابو عبد. نعم. مشكور عبد. كان طلع منهم، دخلت الامير خالد بن سعد الله يذكره بالخير في الاجتماع عشان اقول لك شلون انا صرت ولد المكان هذا. وعلاقه بدر في نادي الشباب. فقال لي بدر هذا الاجتماع انت ولدنا مو قريب علينا، شوف شنو يصير في المشاكل اليوم في نادي الشباب. شوف. وقعدوا يسولفون وقالوا تحاور معانا، بياخذون رايك بعد، يشوفون شنو وجهة نظرك. والله ابو يوسف يعني ليش اقول شيء راقي صراحه. ليش اقول لك ما زلت انا ولدهم، لك علاقه ولد نادي الشباب يعني هنا. اتشرف فيهم حقيقه. ليش ما زلت مع هذا النادي، تعامل راقي مع هذا الكيان يعني هنا. شيء ما يوصف. صحيح. لأن الأمير خالد بن سلطان الله يذكره بالخير، الأمير خالد بن سلطان لما جيت أخذ مكافأتي فزنا ببطولة كأس والعهد، فقال لي بدر لك مكانتين في قلبي، نادي الشباب والكويت. ما قدرت أرد عليه. شنو الكلمة اللي أقدر أرد عليها بهالثقل الكلام؟ فصراحة يعني ليش إن خالد الأمير خالد بن سلطان يعني هو الرئيس الفخري لنادي الشباب. فنادي الشباب اللي أعطاني إياه كافي الحب ابو فهد. طبعا. مع انك 6 اشهر 6 اشهر وحاولوا يجدون، سبحان الله ما حصلت الظروف، لكن شوف التعامل شلون. لكن احنا شو نقول ابو يوسف؟ نقول لما تبعد من الكرة لازم تخلي لك إرث. اكيد صحيح. حب الناس. صحيح. اليوم لا تقول إرث مبالغ مالية. المبالغ المالية تأتي، لكن إرث حب الناس صحيح. ما يشترى بالبيزات. صحيح. اي والله يا ابو فهد ما يشترى بالفلوس ترى حب الناس. ابو فهد عميقه هذه. ابو فهد ابي سؤال على السريع، الحين في اسئله ترى سريعه بنخلص. سؤال على السريع، يمديك تلحق على السنتر. بستغل انت لاعب دولي طبعا ما يحتاج، واستغل فترتك في الدوري السعودي. وطبعا الاسمين راح اطرح لك اياهم، اساطير ما في خلاف عليهم، لكن كل واحد ناحيه ذوقيه ما تقلل من الثاني. الاثنين اساطير ما في شك. منو افضل، ماجد عبد الله الاسطوره ولا الاسطوره الثانيه سامي الجابر؟ هم اثنين رقم 9 مكملين لبعض. نعم. انا ماجد لعبت معاه وسامي لعبت معاه. نعم. انا هذا اللي اقصده. كل واحد له جوانب يعني بصراحه. يعني قولها يا ابو فهد. لا يعني شوف صعب. ماجد احبه حقيقه يعني. وكذلك سامي يعني اساطير ما في خلاف يعني. احنا ما نقدر ما في خلاف يعني. انا مثل مثال اقول لك عن ناصر عزيز يعني. ناصر واحد يعني انا اعتقد ان انا اربطهم في شخص واحد. يعني اللاعبين اربطهم في شخص واحد. صعب اني اطلع لاعب عن لاعب بصراحه. بس سامي ممكن اكثر لعب مع المنتخب السعودي في البطولات العالميه، بطولات كاس العالم كسي في. انت تتكلم عن السي في. لكن الاثنين في قلوب جماهيرهم الهلال والنصر يعني. تاكد يعني كل واحد يحب، هذا يحب سامي هذا يحب ماجد، لكن ماجد محبوب اكثر. يعني ماجد
يعني ناس تحبه حتى على مستوى الوطن العربي ومستوى الخليج. صحيح. لكن سامي سيدي انا اعتقد ان الاثنين بالنسبه لبدر. صانع العاب ما تنصاد كابتن. لا والله لشنا يستاهلون، يعني ما تقدر. انا مثل ما قلت لك بس عن ناصر وعزيز ما اقدر اختلف على الاثنين، يعني ادوارهم تكمل بعض، ادوارهم مكمله لبعض. يعني اليوم حتى لما انا كنت مع عبد الله وبران، عبد الله له شيء وبدر له شيء، وكلهم مكملين كانوا من المنتخب الكويتي. فمرات انت صحيح. تتعامل مع لاعب واحد، ما تتعامل مع لاعبين، تتعامل مع لاعب واحد. بس فواز تتعامل مع لاعب واحد، لاعب محور مختلف. صحيح. ابو فهد زين محليا علاقه للحين حاليا محليا حاليا نقول الموسمين الاخيرين للفتره اللي قاعد نتكلم فيها، نعم. من افضل لاعب محلي كويتي طبعا مو محترف كويتي حاليا مو سابقا، حاليا منو اللي تشوفه وهو للحين يفرق يا ابو فهد مع الفرق؟ ما في، مع النادي ما ما تشوف فيه لاعب، في استمراريه لاعب. اي نعم. انت لازم تعرف ان لاعب مو موسم. الحين انا اشوف في بعض اللاعبين يلعب لعبه واحده لعبتين قالوا لاعب موهوب خذوا المنتخب. شنو خذوا المنتخب؟ قول جول مثلا، قول جول منتخب لعب له باص قال اوه شو اللاعب الحلو. شنو؟ لا والحين بعد ما لحقوا قبل ها. والحين بعد انا سمعت يعني اسمع طلعات جديده، لاعب قوي. شنو لاعب قوي؟ اسمه لاعب مهاري او اسمه لاعب صانع لاعب او اسمه لاعب تكتيكي او اسمه لاعب هداف. صح. الحين قال لك لاعب قوي، هو لاعب مثلا كريستيانو ميسي، قال لاعب قوي مو قوي، هو مو عنده عضلات ويطق بوكسات، مو ملاكمه مو كاراتيه. صحيح. فاليوم صحيح دارجه ما بين الشباب لاعب قوي ما يفهم، يعني فيها لها لغات لها مسميات. ويوسف على هذا الموضوع حتى المعلقين اليوم انا اسمع المعلقين قال لك نجم منتخب الكويت، يبالغون ابو فهد. شنو تبالغ؟ يبالغ بالمدح مبالغه بشكل مو صحيحه. قول لاعب منتخب الكويت، لكن تتكلم ترى كلمه نجم مو شيء سهل، مو سهل. اللي قلت لك تقول قبل شوي ابو يوسف الاستمراريه. نعم. استمراريه انه شنو؟ في تفوق. مو مثلا لما نقول عن بدر مطوع ما حد يختلف عليه، لا استمراريه عشان صار نجم. هذا الواحد اللي يقول استمراريه في نجوميته، لكن لعبه واحده لعبتين موسم قلت لي عنه نجم. قول مثلا نجم المباراه اليوم نجم المباراه، بس ما تيجي تقول عنه نجم منتخب الكويت. اسم نجم منتخب الكويت مو شيء سهل، او اسم نجم نادي مثلا من الانديه الثقيله، النجم يطلق عليه، يطلق يا معلقين، يطلق. مو تي تقول مباراه نجم مباراه بس مو نجم منتخب. حجم، ترى حجم. فللاسف الشديد اليوم يطلقون اشياء صراحه. تشوف ابو فهد اللي ان بالجيل الحالي ما في نجوم غادره ان تشيل فرقها كانديه، وما في نجوم غادره تشيل المنتخب الوطني وتغير لك نتيجه، خصوصا المباريات اللي نقول الحاسمه المؤثره مع الفرق اللي تكون اعلى منك. ابو يوسف احنا لازم نكون واقعيين. هل عندي نجوم مثل ما كانت في الاول؟ في عندك نجم اول، نجم نادي قبل لا يصير نجم منتخب. في نجوم نادي ما تقدر تلعب بالمنتخب. نجم هو بس ما يقدر يلعب بالمنتخب. ليش؟ انه هم في نجوم اعلى منه. صحيح. اليوم ما في نجم نادي ضعيف، يعني يلعب لعبتين لعبه بعدين وينه؟ جوده اللاعب تغيرت ابو فهد 180 درجه تغيرت. انا احترمهم كلاعبين، يعني اليوم اسمه لاعب صح، بس مرات ترى هي حقبه ابو يوسف. مو علشان الكويت في حقبه، مرات صارت في ايطاليا، صحيح، صارت في انجلترا، صارت صحيح. في البرازيل. صحيح. ترى يكون لاعب بس مو نجم. حق المنتخبات يكون ضعيف، مو معناته ان انا اقلل من شأن او اقلل من قيمه اللاعبين. انا اتكلم بدون مجامله، ما في مجامله، المكان هذا ما في مجامله. فانا اقول اليوم صارت موضه عندنا لاعب اسمه قوي، والمعلقين كل واحد قال لي نجم منتخب. يبالغون بالمدح بالوصف، نقول يبالغون ابو فهد. كسروا الكره الكويتيه للاسف، والسبب هالمجاملات. والسبب انه لازم اكون مع هالطرف علشان انا اكون.
عشان انا اكون يبقى هذا الموضوع انت لازم تعرف انت ابن بلد، لازم تخدم بلدك بدون مجامله، مو تخدم بلدك في المجامله. هذه ما تحتاج المجامله. تكسب ابو فهد، تكسب. اليوم المجامله احنا 136. اليوم انت بتدخل تصفيات كاس العالم، انت السادس في الترتيب. بستغل وجودك ابو فهد وبختمها معك. نعم. مباراتنا ان شاء الله تاريخ 5/9 ضد الاردن في ملعب الاردن. منتخب الاردن الامانه مميز اسيوي من الفتره الاخيره. نعم. شو تقول حق منتخبنا ولاعبينا؟ وشنو قراءتك نقول حق مباراتنا الاولى ضد الاردن ان شاء الله تاريخ 5/9؟ مباراة صعبه جدا، صعبه جدا على المنتخب الكويتي، صعبه جدا جدا يعني، وبعمان فوق ما تتصورها. المنتخب الاردني اليوم يتكلم في افضل حالاته من تاسيسه الكره الاردنيه. صحيح. اليوم هو وصيف الاول كان في كاس اسيا. في كاس اسيا. اليوم تتكلم عن المنتخب الاردني من المنتخبات قويه في المنطقه. تتكلم عن قوه، التحام، لياقه بدنيه، لاعبين مهاريين، لاعبين مميزين، لاعبين محترفين في كوريا وغيرها. شفت شلون؟ وفي فرنسا. تعمري مثلا. نعم. ما شاء الله. فانت اليوم تسولف عن فريق متكامل. اي اقول انا بفوز على المنتخب الاردن، او اقول يلا شدوا حيلكم يا منتخب الازرق. زين الاغاني ابو فهد، الحماس اللي قبل المباراه ما يفيد. كان فادنا لان كله انا قاعد الاحظ ما في عمل ويلا وحماس قبل المباراه 3-4 ايام عشان جمهور. ايه. ما ابي اقول كلمه. جمهورنا محشوم. اي نعم. محشوم عن الكلمه. واضحه رسالتك. يعني انتوا تيون تقول حق الجمهور يلا منتخب اليوم راح يسوي ويروح الجمهور مسكين يطلع يبكي. صحيح. يطلع زعلان، يطلع ثاير. ما في عمل ابو فهد. عمل من زمان. ما في عمل وانت بتحقق نتيجه. شلون؟ من زمان. وبالجهه الثانيه الناس تعمل. ما في. شوف اخر جيل مر اخر جيل بدر، وليد علي، جراح، ساعد ندى، عامر معتوق، عامر طلال عامر. نهير كان موجود معاهم. هذا اخر جيل مر على الكره حاليا. يعني احنا نتكلم حاليا ما عندي لاعب منافس. ترى المنافسه في كأس آسيا أو كأس العالم، تصفيات كأس العالم ثقيلة. وأنا ذكرتها من قبل، والناس حطوا عني بعض الأشياء وهي طبعا مو صحيحة. الصحيح بس قالوا بدر يقول تجنيس. أنا ما قلت تجنيس. طاف علي التصريح. نعم. فأنا ما قلت تجنيس. قلت جواز مهمات. وهذا حاصل ترى دول مجاورة حاليا. بيوسف القادم انت راح تراوح مكانك وراح تقعد سنوات. ليش ان الدول المجاوره كذلك خذت احتياطاتها مثل دول العالم. فكل من خذ اليوم يامال جمال لاعب امين جمال لاعب برشلونه. الاصول مغربيه معروفه. اخذ الجنسيه الاسبانيه. صحيح. احنا ما قلنا الجنسيه، احنا نقول الجواز المهمات اللي مثل دول الخليج قاعد تستخدمها بطريقه ليش احترافيه. مثل اللاعب المحترف. وهذا حق سيادي الامانه. عادي ترى بيوسف جدا جدا عادي. قاعد يحصل على منتخب فرنسا. نعم. طول عمره. وانت اليوم ترى هذا طبيعي. اليوم انا اللاعب اللي اخذ معاه اسوي معاه هذا الكونتاكت، اسوي معاه بشنو؟ ان لاعب انت 3 سنوات مثلا معاي في عقد الاحتراف. عقد احترافي ترى. ما بيك، هذه فلوسك، توكل على الله بس. ترى ما في شيء ثاني. يعني ما نكبر نسوي موضوع ثقيل تجنيس لا مواطنه وهالكلام. لا هذا الموضوع شيء لا انت جواز مهمات كانه موظف محترف في كره القدم بس يؤدي دور اكثر ولا اقل. مثل الحين شركه البترول الكويتيه ما عندنا ناس من برا الكويت. نعم. مهندسين وفنيين ما فيهم عقود. صحيح. هذا نفس الشيء، نفس الفكره لكن جانب الرياضه في كره القدم. جانب رياضي. فهو الامر سهل، الامر مو صعب. احنا بالنسبه لنا السنوات القادمه لازم تعرف بيوسف نفسك منتخبات ما عندنا ضعيفه. منتخبات المراحل السنيه جوده اللعب المحلي منتهيه جدا الامانه هابطه. ما في. فانت اليوم عليك شنو؟ عليك هذا اللي انا قلته، تبذل الاسباب عشان تبدي التلاحق على نفسك. بتكون كذي. انا قلت لك
امورنا احنا في هذه التصفيه يعذروني الاخوان، وهذا واقع. اي مدرب 10 ايام الحين يمسك فريق ما يلعب مباراه تجريبيه، ما يعرف اللاعبين، ما يعرف اللاعبين، ويلعب مع الاردن، بيلعب مع كوريا، بيلعب منو نقول يعني ضعيف في مستوى. لنفرض فلسطين صعب عليك، فلسطين تصنيف افضل منه، ومو بس تصنيف، قول التصنيف مرات ارقام وفيها امور تلعب فيها مثلا. صحيح. صحيح. فنيا افضل منه، وشفناه ترى بكاس اسيا. فلسطين ما هو الاولي ترى. انا اقول لك هنا. يوسف يجب ان نتلاحق انفسنا. ليش؟ ان احنا قادم اسوء ابو فهد اذا استمرينا طبعا هذا النظام قادم اسوء. انا متكلم يمكن قبل 8 سنوات عن ان احنا كنا سيئين. اليوم شنو؟ اليوم شنو؟ ما يعني ضعيفه جدا، يعني الحظوظ ضعيفه، حظوظ ضعيفه جدا ثم جدا ثم جدا. حبيبنا يا ابو فهد والله استمتعت يا اخوك بالسوالف معك. مشكور. الله يجزاك خير على حضورك وتقديرك لنا يا اخوك. تحت امركم. وحضورك انت تدري اضافه كبيره لنا. مشكور يا ابو يوسف. يمديك تلعب شوط ثاني. ممكن يا حبيبي يمديك. الله يحفظك يا ابو فهد. مشكور على حضورك في تفاصيل مع مشاري. مشكورين، ما قصرت يا ابو. الله يعطيك العافيه. الله. مشكور.